الأحباب ديالي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. سنة 2013 في مدينة الدار البيضاء واحد الأسرة اللي كانت كتنحدر من مدينة تارودانت، ولكن للأسف لسوء الظروف المادية ديالهم قرروا أنهم يرحلوا لمدينة الدار البيضاء. هاد الأسرة كانت كتتكون من أب وأم وجوج ديال الأولاد. الولد الصغير كان باقي كيقرا، والولد الكبير اللي غادي نركزوا عليه حنا كان الاسم ديالو يونس. يونس في عمره 24 سنة، واحد الشاب اللي مربي مؤدب، ولد الناس كما كنقولوا حنا. فعلا كان شويه مبلي ولكن غير بالكارو. كان كيخرج دار صحابو في داك الحي الشعبي اللي سكن فيه في مدينه الدار البيضاء، وبدا كيولف الحياه تما. فواحد النهار قرر هو انه ينوض ويقلب له على خدمه باش هكا يعاون الاب ديالو. فعلا داكشي اللي كان بدا كيدفع للشركات، حتى الحمد لله اتصلت به واحد الشركه وقبلوه، ولكن طلبوا منه بعض الوثائق واللي منهم الورقه ديال حسن السيره والسلوك. وكيف ما كنعرفوا هذه ورقه اللي هي عاديه واعتياديه انه كاع الشركات كيطلبوها في الاول. المهم هذا الولد هذا فعلا هاز البطاقه الوطنيه ديالو، توجه للمركز ديال الشرطه باش انه ياخذ ديك الورقه ديال حسن السيره والسلوك. وكيف ما كنعرفوا راه هي كتعطل واحد 3 جوغ حتى 4 جوغ تقريبا. داكشي اللي كان داز واحد 3 جوغ، الولد توجه لذاك المركز ديال الشرطه الولايه باش انه ياخذ هذيك الورقه. ولكن مني غادي يوصل عندهم غيقولوا لي على سلامتك اولدي، مني جيتي عندنا نجلس هنا مرحبا بك، ياك لاباس شنو واقع؟ انت سيدي راه مبحوث عنك، راك متهم بجريمه قتل، البصمه ديالك تلقات في هذاك مسرح الجريمه. يونس استغرب بزاف، كيقول لهم واش نتوما متاكدين؟ انا راني جاي على قبل الورقه ديال حسن السيره والسلوك. كيقولوا لي حنا متاكدين والبصمه ما كتكذبش. هاد البصمات ديال هاد الجريمه اللي وقعت راه يلا خرجوا تقريبا 3 ايام هادي وانت مبحوث عليك. دابا ولدي غير عاودنا شنو وقع. ما سيديش غنعاود لكم شنو وقع، انا بيدي ما عرفتش علاش كتهضروا. رجال الشرطه وضحوا ليه، قالوا ليه العساس اللي تقتل في الحي الفلاني وانت اصلا ساكن في نفس الحي. قال لهم يونس فعلا هذاك العساس كنعرفو وسمعت بانه مسكين تقتل الله يرحمه ويوسع عليه، ولكن شنو علاقتي به انا؟ فرجال الشرطه كيقولوا لي انت اللي غتقول لنا علاقتك به، حنا كنهضروا على البصمه اللي تلقات في مسرح الجريمه والبصمه ديالك. تقرير البصمات ما كيكذبش، هذا دليل اللي هو تقني. يونس كيستغرب بزاف كيقول لهم لا ما يمكنش، هادشي راه ما كاينش، وانا داك السيد راه ما كنعرفوش معرفه شخصيه. رجال الشرطه في هاد الوقيته قالوا لي شوف اولدي، دابا حنايا قدامنا واحد الدليل اللي هو قاطع، بصمه ديالك والسيستم راه ما كيكذبش في هادشي وما كيغلطش. دابا عافاك بلا ما تجادلنا حنا، خليك هنا معنا، راه غادي نتصلوا بالفرقه القضائيه اللي كانوا شادين الملف ديال هذه القضيه، هما غادي يجيو ويحققوا معاك. فعلا اتصلوا بهم وعلموهم بانه البصمه اللي خرجت لكم قبل 3 ايام هذه ديال الجريمه اللي وقعات على قبل العساس الفلاني في الحي الفلاني، راه السيد اللي تلقات البصمه ديالو هو عندنا. فعلا داكشي اللي كان، التحقوا بهم الشرطه القضائيه. دابا حنا قبل ما نعرفوا شنو وقع بالضبط خصنا نعرفوا بعدا محضر المعاينه ديال هذه الجريمه ديال العساس، ونعرفوا شكون هو هذا العساس باش منا نفهموا شنو علاقه يونس بهذا الشيء كامل. داكشي علاش نمشيو نبداو من الاول، وقبل ما نغوصوا في الاحداث من الاول غادي نذكركم بلي لايك ديالكم وفي اشتراكاتكم الا جات على خاطركم، وحسب الصلاه على رسول الله في التعاليق. واكيد ما كرهتكمش حتى انكم تبارطاجيو الفيديو باش هكا يوصل لاكثر عدد من الناس، اكيد الا جات على خاطركم. وتركزوا مزيان في هذه القضيه حيت فعلا فيها عبره كبيره وفيها احداث طويله بزاف. بلا ما نزيد نطول اسيدي غادي نمشيو لواحد الحي شعبي في مدينه الدار البيضاء. واحد الشاب في عمره حتى هو 23 سنه والاسم ديالو معاذ. هاد الشاب من ساكنه هذاك الحي الشعبي، وكان عارف بانه في هذاك الحي الشعبي عندهم واحد العساس راجل كبير. في واحد النهار هذاك الراجل الكبير عيا وقال صافي بارك عليا من هاد العسان ديال الليل، قال للناس ديال الحي صافي سمحوا لي ما بقيتش غادي نخدم هاد الخدمه. فهنا معاذ غادي يقول للناس ديال الحي شنو بان لكم انا نولي نعس لكم هنا، واللي سخر الله بشي حاجه يعطيها ليا. فعلا الناس ديال الحي وافقوا، قالوا ليه مرحبا توكل على الله.
داكشي اللي كان. معاد مشى جاب الخشب وقاد واحد البريريكه ديال العساس الصغيره يتغدى فيها يتعشى فيها، بعد مرات الا كانت الشتا يتخبى فيها وما شابه ذلك. ولا خدام في داك الحي كما قلت لكم، حي شعبي اللي هو صغير فيه تقريبا واحد الشارع، كيصفوا السيارات على هذا الجانب والسيارات الاخرين على الجانب الاخر مقابلين معاهم. كاين محلات اللي هما صغار وكاين حتى واحد القهاوي تما. الناس ديال هذا الحي كانوا دايرين مع معاد انه كيعطيه واحد البركه، كاين اللي كيعطيه للشهر، كاين اللي كيعطيه للسيمانه، كاين اللي 15 يوم، وكاين اللي كيخلصوا للنهار. المهم اللي جابها الله مرحبا ماشي مشكل. استمرات الخدمه ديالو تما لبضع شهور. في واحد النهار تقريبا مع شي 7 الصباح واحد راجل من الساكنه ديال الحينيت، هذا الراجل كان متعود انه هو كيخلص معاد ديما في الصباح، فين ما كينوض كيخرج للسياره ديالو باش انه يديماريها، كيعطيه شي بركه 8 دراهم 10 دراهم اللي جاب الله. فداك الصباح ناض السيد توجه للسياره ديالو، هز السيج الصريف وغادي في الاتجاه ديال معاد باش انه يعطيه فلوسو رزقو ديال هذاك النهار. فللاسف ملي غادي يوصل قدام البراكه غادي يلقى معاد طايح في الارض غارق في دمياتو، الوجه ديالو مشوه وبين بانه عنده شي ضربه في الراس، والسيد مول الامانه دا امانته. فهنا هاد الراجل غادي يتصدم بزاف، غادي يبقى كيغوص كيعيط حتى اللي كيتجمعوا الناس. وما بين هاد الناس شكون غادي يكون؟ غيكونوا العائله ديال معاد، حيت كما قلت لكم ولد نفس الحي. اتصلوا برجال الشرطه اللي هما بدورهم علموا النيابه العامه والفرقه ديال التشخيص القضائي وتوجهوا لهاد مسرح الجريمه. وصلوا لقاو الناس تما مجموعا على واحد الشاب اللي في عمره 23 سنه واللي غارق في دمه. للاسف الشاب كان جثه هامده. فهنا بداو كيسولهم اول سؤال: واش واحد فيكم قاص في هاد الدري اولا في شي حاجه هنا دايره به؟ فالجيران كيقولوا لا، راه ما خليناش حتى والديه يقربوا ليه، قلنا لهم خليو البوليس يجيو وهما يديروا خدمتهم. قلنا له صافي مزيان. بداو المعاينه. كما قلت لكم معاد في العمر ديالو 23 سنه، شاب كان طايح تقريبا على الجنب ديالو، بين انه عنده ضربه قويه للراس، ضربه اللي كانوا في الاول بان غالبا هي سبب الوفاه. ما فيهش شي طعنات ولكن الوجه ديالو مضروب، الوجه ديالو كيبان بانه مخبوط كامل وتا هو كيسيل بالدم. فهنا بداو كيقولوا بانه غالبا الشاب ما دافعش على راسو، اما تغفل حيت الدقه كتبان لهم في الراس من اللور، اما تغفل اما ما كانش متوقع بانه الشخص اللي غادي يضربهم انه يصفيها ليه. اما بالنسبه لمسرح الجريمه شنو تلقى فيه؟ فراه كما قلت لكم السيد طايح على جنبو، طايح حداه واحد الراديو ديالو، هادشي كامل قدام البراكه ديال العساس. حداه واحد الصوينيه اللي فيها واحد البراد ديال اتاي وثلاثه ديال الكيسان. هاد الكيسان كانوا ديال شي قهوه، حيت كانوا مكتوبه فيهم اللوغو ديال واحد القهوه اللي مني غادي يسولوا الناس اللي حاضرين تما غادي يقولوا لهم هاد القهوه ديال الحي نفسه، هاد القهوه هي غير هنا حدانا. ولكن مني شافوا بان القضيه فيها براد ديال اتاي كبير وثلاثه ديال الكيسان، قالوا غالبا هاد الشاب هذا كان معاه شي حد قبل ما تصفي عليه. واش هو نفسه اللي ضربه اولا شي حد اخر الله اعلم. حصافدوا بهذوك الكيسان وبهذاك البراد ديال اتاي باش يهزوا منهم بصمات. استمر البحث في مسرح الجريمه. الشاب في الجيب ديالو كان شي بركه ديال الفلوس صريف وما شابه ذلك، شي حاجه قليله ولكن بعدا ما مسروقه له حتى شي حاجه، حتى من الراديو ديالو كلشي كاين. يعني هنا غادي نقولوا بانه هاد الجريمه ماشي بدافع السرقه، بل شي واحد عنده معاه شي حساب هو اللي صفاها ليه. وهما كيلاحظوا هادشي وهما كياخذوا استفسار من عند العائله اللي كانوا حاضرين في نفس البلاصه في مسرح الجريمه نيت. كيسولوهم واش ولدكم كان عنده مشاكل مع شي حد؟ العائله كيقولوا لا، ولدنا عمرو ما تصادم مع شي حد وما فراسناش. كيسولوا دوك الناس اللي كانوا واقفين واش نتوما ما سمعتوا والو؟ كيقولوا لهم لا سيدي ما سمعنا حتى شي حاجه. هاد الشاب شكون اللي كيكون معاه؟ شكون اللي كيمولف كيجلس معاه هنا في البراكه؟ العائله ديالو كيقولوا بانه ولدنا راه مولف كيجلس معاه شاب واحد واللي هو الصديق ديالو انتيم. هاد الشاب اللي الاسم ديالو حمزه وتا هو من نفس الحي. سولوا الجيران حتى هما كيقولوا نفس الهضره، كيقولوا الصراحه عمرنا ما شفنا معاه شي حد، حنا كنشوفوا معاه غير فلان اللي هو نيس حمزه
للعائله ديالو، هضروا وقالوا سميتو، واش ربما يكون هو، الله اعلم. استمر البحث، كيقلبوا هنا كيقلبوا لربما يلقاو شي حاجه. العصا باش تضرب ما كايناش، شكون اللي صفاها لهاد الدري الله اعلم. رفعوا هذوك الكيسان كما قلت لكم على قبل البصمات، تصاور للشاب وهزوه لمستودع الاموات، ولكن بقات الشرطه القضائيه تما كيحاولوا انهم ياخذوا اقوال ديال الناس اللي كانوا مجموعين في ديك الوقيته نيت. بالنسبه للسيد اللي اكتشف الجريمه هو الاول، فرح كيقول نفس الهضره اللي قلت لكم، انه السيد متعود كيخلصوا بالنهار. جا داك النهار يعطيه هذيك 8 دراهم ولا 10 دراهم ولا البركه اللي قسم الله، فحتى اللي لقاه هكاك بقى كيغوت. جمعوا الناس اتصلوا برجال الشرطه، واش ما رديتوا البال حتى شي حاجه؟ ما سمعتوا حتى شي حاجه بالليل؟ لا سيدي نهائيا، ما سمعنا لا غوت ولا حتى شي حاجه. فرجال الشرطه كيقولوا بانه غالبا اصلا الدري ما بينش عليه العلامات ديال المقاومه، يعني غالبا شي حد غفلو وصفاها ليه. طلبوا منهم في ديك الوقيته نيت قبل ما يتحركوا من مسرح الجريمه انهم يجيبوا لهم الناس اللي خدامين في ديك القهوه. فعلا تكلفوا بعض الناس، عيطوا على داك الباترون مول القهوه. مني غادي يوصلوا يسولوا واش هذوك الكيسان ديالكم ديال القهوه ديالكم، غيقول لهم سيدي ايه عافاك، معاش جا عندك هاد الشاب اللي هو معاد وشرا من عندكم هاد البره ديالاتي مول القهوه. كيقول لهم سيدي شوف، انا ما غنقدر نفيدكم بوالو، هما الكيسان ديالنا، ولكن انا غادي نشوف لكم السرباي الكاماريرو اللي كيكون في العشيه اللي غادي يكون سرباه، راه هو تقدروا تستفسروا منه احسن مني. فعلا اتصل به وحتى هو وصل عندهم في الوقيته كما قلت لكم. التحقيق وكل شيء كان في مسرح الجريمه نيس. جا عندهم هاد السرباي، سولوا على معاد، قال لهم ليه سيدي كنعرفو فعلا ولد الحي وكيجي ديما يخدم عندي بالرادياسي، الشاب مبلي باسي كيعجبو يشرب بالرادياسي ديما وكيجيبو غير من القهوه. قولوا لي واخا عافاك، البارح معاه جا عندك وقال لي بصراحه راه جا عندي البارح حتى ل 11 الليل، حتى اللي كنت قربت نسد القهوه، طلب مني نصيب ليه برا ديالاتي، وحيت هو متعود ديما كيدي برات صغير وكيدي معاه 2 كيسان، فراه داكشي اللي وجدت ليه. ولكن مني عطيتو ليه كيقول لي لا لا صاحبي اسمح لي ما علمتكش، انا راني بغيت برات كبير ديالاتي وبغيت 3 ديال الكيسان. قال لهم فعلا دخلت عاود صيبت ليه اتاي جديد في براد كبير وعطيتو ديك السوانيه فيها 3 ديال الكيسان، شدها من عندي وجا لي البراكه ديالو. واش ما شفتيش شكون اللي كان معاه وما قال لك والو؟ قال لهم صراحه ما قال لي والو وما شفت شكون اللي كان معاه. قال لهم انا من موراه بشويه سديت ومشيت في حالتي لدارنا. فيعني هادشي كيأكد بانه معاد كان معاه شي شخص تما، داكشي علاش طلب هذاك البراد ديال سي كبير. ولكن شكون هو هذا الشخص؟ واش هو نفسه اللي صفاها ليه؟ الله اعلم. قالوا لهم عافاكم حضروا لينا صاحبه. فعلا شي ناس تواصلوا مع حمزه جا حضر تما. هذا صاحبك؟ قال لهم ايه معاد صاحبي الروح بالروح، انا وياه ما كنتفارقوش، كتجلس معاه هنا كنجلس معاه ديما. ايوا فين كنتي البارح؟ وقال لي البارح انا ما كنتش، لا انا ولا امي ولا با، راه الدار كامله ما كناش هنا. فين كنتو؟ وقال ما سيدي كنا عند اختي اللي مزوجه في دار راجلها، حنا كنا مجموعين في دار وحده. فين ساكنه الاخت ديالك؟ نعت لهم البلاصه اللي ساكنه فيها في الخرجه ديال مدينه محمديه، تقريبا واحد نقولوا تقريبا 15 كيلومتر او ما شابه ذلك. ولكن في هذه الوقيته خاصهم ضروري يتاكدوا منه من البرنامج ديالو. حضروا عائلته وحضروا حتى اختو وراجل اختو، فقالوا ايه فعلا كانوا مجموعين عندنا الليله ديال البارح، تعشاو وباتوا عندنا، وحتى خونا حمزه كان معاهم. يعني هنا صاحبه ما عندوش علاقه بالقضيه. شكون هذا اللي كيجلس مع معاد وحتى واحد ما عارفو؟ قالوا لصاحبو دابا انت ما دمتي صاحبو الروح بالروح وعشيرك فيدنا، واش عنده شي مشاكل مع شي حد؟ واش كيجلس مع شي حد؟ قال لهم سيدي وهو عنده صحاب اخرين كيف ما انا عندي صحاب اخرين، ولكن راه معاد حتى حد ما كيجلس معاه هنا من غيري انا بوحدي. واش صاحبك عنده شي مشاكل مع شي حد؟ كيقول لهم سيدي لا نهائيا، صاحبي الله يعمرها دار، شكون اللي غادي يدير لي هاد الغلبه؟ صاحبي فعلا حنا مبليين كلنا كنكميو الكارو، ولكن شي حاجه اخرى راه ما كايناش.
وصاحبي صراحه عمره ما عاود ليا وقال لي راه مناقش مع شي حد اولا عنده حساب مع شي حد. صاحبي درويش، هادشي اللي كنعرف عليه، وحنا كبرنا في حي واحد. وكيفاش هاد الولد هذا مادام درويش وما عنده حساب مع شي حد، شكون اللي غادي يصفيها ليه؟ شكون اللي غادي يدير فيه ديك الحاله؟ وكيفاش الناس كلهم ما شافوا والو؟ استمر التحقيق، وتحقيق اللي كان طويل. جابوا صحابو الاخرين حتى هما بحثوا معاهم، تاكدوا من البرنامج ديالهم. الجيران كاملين كيشهدوا بان صحابو عمرهم ما شافوا معاه، هما فقط كيشوفوا معاه حمزه عنده اثبات فين كان في ديك الليله، وحتى هو كيقول بانه صاحبو اصلا درويش، وهذاك عشيرو من ايامات الزمان. فانا بقى عندهم امل واحد، هو التقرير ديال البصمات، على الله انه يخرج بشي منفعه كما كنقولوا. بالنسبه للتقرير ديال الطب الشرعي فراه غادي ياكد بانه فعلا معاد راه ما كانش عنده واحد الدفاع عن النفس، ما كاين تحت الاظافر ديالو لا خلايا جلديه ولا حتى شي حاجه. شاب موجه له ضربه للراس ديالو قويه بزاف، كسرات ليه الجمجمه ووصلت حتى للمخ، وهي سبب الوفاه. وعنده دوك الضربات في الوجه ديالو اللي سبوا له واحد التشوه في الوجه، عنده كدمات وضربات المفتوحن، الله يحضر السلامه. ولكن شكون هو الشيطان هذا ابليس اللي دار له هذه الحاله، وكيفاش نفذ حتى اللي حد ما سمع، الله اعلم. من بعد ما خرج التقرير ديال الطب الشرعي عطاو من الجثه ديال الولد، العائله دفنوه، كيتسناو التقرير ديال البصمات. داز ايام اللي هي طويله، فين ما كيشكوا في شي حد كيجيبوه كيبحثوا معاه، للاسف ما وصلوا لوالو. حتى النهار اللي غادي يخرج التقرير ديال البصمات، التقرير ديال البصمات غادي يخرج باسم يونس كذا كذا. فهاد الوقيته رجال الشرطه غادي يجيبوا العائله ديال معاد. واش هاد الشاب هذا كتعرفوه؟ لا سيدي ما كنعرفوش. واش عنده شي حساب مع ولدكم؟ وسيدي الله اعلم، حنا راه ولدنا ما عنده حساب مع شي حد. قالوا لهم رجال الشرطه صافي ديك الساعات حنا غادي نشوفوه شكون هو. استمر البحث واحد المرور على ديك البصمه، تقرير البصمات في 3 ايام، هي اللحظه اللي جا فيها يونس باش انه يدي الورقه ديال حسن السيره، حتى اللي قرقبوا عليه وشدوه. هنا اللي مني غادي تجي الشرطه القضائيه ويبداو ياخذوا الاقوال ديال يونس. راه كيقول لهم ايه انا كنعرف العساس، ولكن ماشي العلاقه ديالنا علاقه شخصيه ولا كنعرفوا معرفه شخصيه، انا كنعرفوا على طريق صاحبي. شكون صاحبك؟ حمزه اللي هو الصديق ديال معاد واللي حتى هو بحثوا معاه، صديق ديالو انس من روح بالروح. جابوا حمزه قالوا له واش هاد السيد يونس كتعرفو؟ قال لهم فعلا هذا الصديق ديالي، كدير علاقته مع معاد. وقال لهم سيدي هو راه ما عندوش علاقه مقربه مع معاد، هو راه كان كيعرفو على طريقي انا، عمره ما مشى عنده راسو، الا مشينا بجوج هي هذيك، حيت انا اللي كنديه معايا هذا صاحبي ومعاد صاحبي، ولكن هما كيعرفوا بعضياتهم على طريقي انا، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. وحنا لقينا البصمه ديالو كيقول سيدي الله اعلم، واش بيناتهم شي حاجه انا ما عارفهاش الله اعلم. المهم انا نشهد بالحق، معاد الله يعمرها دار الله يرحمه ويوسع عليه، وحتى من صاحبي يونس الله يعمرها دار، ورحنا كاملين ساكنين تقريبا في حي واحد وكنعرفوا بعضياتنا، ولكن هما راه ما بيناتهم شي صحبه قويه، انا اللي مصاحب معاهم بجوج. استمر البحث والتحقيق، يونس كيقول لهم لا والو، سيدي راه البصمه ديالك تلقات في الكاس. وكيقول لهم انا عمري ما مشيت وجلست معاه راس في الراس، شمن الكاس علاش كتهضروا؟ انا سيدي راه داك السيد راه ما بينو وبينو حتى شي حاجه، وتانا فاش عرفتو راه التقصير بقى فيا، ولكن راه من بعيد انا راه ما كنعرفوش معرفه شخصيه، راه على طريق صاحبي حمزه علاش كنت كنمشي عنده معاه، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. ولكن واش رجال الشرطه غادي يتيقوه؟ عندهم واحد الدليل جنائي، دليل قاضي صافي، بصمه تلقات في كاس، والكيسان راه تلقاو فيهم كاس تلقات فيه البصمه ديال يونس، والكيسان الاخرين والبراد تلقاو فيهم البصمه ديال معاد اللي هو الضحيه. يعني صافي هو اللي غادي يدينو. هي معاك كيقول لهم سيدي انا راه ما عنديش به علاقه، دابا جينا نيشان جينا الحقيقه، حاولوا يبدلوا معاه الطريقه ديال التحقيق، والو السيد لاصق في هضره وحده، انا
ما درت ليه والو، ما بينو وبينو والو، ما فراسو والو على هادشي اللي كتهضروا عليه. راكم نتوما واقيلا غالطين. عياو معاه. يونس كيقول والو. نديرو تمثيل الجريمه. واش انا ندير تمثيل ديال الجريمه؟ انا ما درتهاش. انا ما درتش. انا ما صفيتهاش ليه وما عارف والو. كون كنت عارف راني نقول. ولكن للاسف كما كنقول القانون لا يحمي المغفلين. السيد قدموا النيابه العامه وقدموا لقاضي التحقيق، وحتى قدامهم ما اعترفش، وحتى قدامهم باقي شاد في الاقوال ديالو كيقول انا ما ديرش. وما بينه وبين معاد حتى شي حاجه مثلا سلبيه ولا شي نقاش ولا وما كنعرفوش اصلا. راه غير الا داني صاحبي حمزه ومشي سمحاه، وما كنجلسش عنده في البراكه الا تلاقينا زعما بار الحومه ولا كتلاقينا بثلاثه، سينو انا راه الدري ما كنجلسش معاه تما. ولكن للاسف صافي السيد قدموه للمحاكمه، عندهم دليل قوي عليه، واخا هو ما كيقول ما ديرش، واخا هو ناكر، ولكن قدموه للمحاكمه. شنو غادي يوقع؟ غادي يتحكم على يونس ب25 عام سجن نافذه، بلا تمثيل جريمه، بلا ما يعرفوا كيفاش حتى اللي وقعت الجريمه، بلا ما يعرفوا الاحداث والدوافع والاسباب، حتى شي حاجه. بصمه تلقات صافي قدموه تحكم ب25 عام. راح له السيد للسجن ديال الجنايات، دوز واحد 3 شهور في السجن. من موراها شنو غادي يوقع؟ من بعد 3 شهور على الحكم، وحنا كنعرفوا الحكم راه ما كيوصل حتى اللي كيكون التحقيق طول وضرب مده والمحاكمه داو مده، يعني عول غالبا هاد الدري بقى مشدود عام وزياده وعاد ضرب هذيك 3 شهور في السجن. شنو غادي يوقع؟ غتجي واحد البنت هي والاخت ديالها عند رجال الشرطه. نعم بنتي ياك لاباس شنو واقع؟ كما سيدي انا جاي نقول شي هضره على قبل الجريمه اللي وقعت في النهار الفلاني في الحي الشعبي الفلاني لهذاك العساس اللي الاسم ديالو موعد. رجعوا بالدواسه كيقلبوا اش باغا تقول في هذه القضيه؟ قالت لهم الدري اللي تحكم ب25 عام ماشي هو اللي قتل. وشكون اللي قتل بنتي؟ حمزه صاحبه. قال لا لا بلاتي ضروري خاصنا نفتحوا بحث ونفتحوا تحقيق، نقيدوا محضر، خاصنا نديروا محضر. السيده جايه كتقول واحد الاقوال اللي صعاب، فتحوا لها محضر. البنت كتعاود كتقول لهم بانها حتى هي من الساكنه ديال هذاك الحي الشعبي، وبانه يونس الخليل ديالها. قالت لهم سيدي يونس يلاه سكن هنا في هذا الحي تقريبا شي 3 سنين او 4 سنين هادي، وانا وياه على علاقه وكيبغيني وكنبغيه وباغي نتزوجوا بعضياتنا. قول لي واخا انت فاش خدامه؟ قلت له سيدي انا كنخدم في قهاوي، كنخدم في فام ميناج، كل مره في قهوه. المهم راني ضاربه تماره على راسي، ولكن انا وياه راه كنا في علاقه اللي زوينه ومحترمه والسيد باغيني للزواج. ولا واخا مزيان. قالت لهم راه فاش تشد وفاش تحكم جا عندي الصديق ديالو غير في هاد الايامات، الصديق ديالو اللي هو حمزه. قلت لهم جا عندي وقال لي انا بغيت نهضر معاك ضروري. قلت لهم فعلا؟ قلت له واخا نسالي من القهوه ونخرج عندك. قلت لهم فاش خرجت عنده حتى كيدخل ويخرج عليا في الهضره، انا كنبغيك وانا باغيك للزواج، وانا دابا ما بقى ما يتخبى غادي نجيك للصراحه. يونس راه ما كانش كيبغيك، ويونس كان كيعاود ليا كلشي عليك، كاع داكشي اللي كديروا مع بعضياتكم وداكشي اللي متفقين عليه راه كان غير كيضحك عليك. المهم انا راني باغيك للزواج. قلت لهم انا فاش جا عندي وقال لي هاد الهضره قلت له شوف عافاك حمزه، خليني انا وياك مزيانين، الا يونس كان غير كيكذب الله يجازيه، ولكن انا راه ما تصلح ليا ما تصلح ليك. سولوها رجال شرطه علاش. قلت لهم انا راني كنعرف حمزه وكنعرف فعاله وطبيعه، وحنا كبرنا في حومه وحده، كنعرف حتى موباه وعائلته. ما يصلحوش ليا دوك الناس، هادوك الناس ماشي من مقامي، ما يصلحوش ليا، شويه قاصحين وماشي هما هادوك. المهم انا ما يصلحوش ليا. قلت لهم فداكشي علاش رفضتو على الحكم انني انا وحمزه راه حنا تعرفنا مده اللي
ماشي طويله بزاف، يلا باش تسكن مثلا في الحي، ولكن راه عارفه ولد الناس. داكشي علاش كنت باغا معاه المعقول. قلت لهم ما علينا، صافي السيد مشى بحالاتو. ولكن قلت لهم هادشي اللي غادي يجي من بعد هو اللي غادي يصدمني. قلت لهم داز صغير واحد الايامات حتى اللي جا عندي وبدا كيقول لي وانت ما صدقتيش، وانا درت بزاف ديال الحوايج على قبلك غير باش نكون معاك، وانت تابعه حمزه، وحمزه هو مشى ب5 سنين، وانا درت كلشي على قبلك باش نكون معاك. قلت لهم سولتو، قلت له اجا ولدي شنو درتي على قبلي كاع باش تكون معايا؟ قلت لهم قال لي واخا حتى الغدا نتلاقاو فشي بلاصه وغادي نعاود لك. قلت لهم فعلا انا درني راسي. قلت لهم بغيت نعرف شنو دار هاد السيد على قبلي. فسمعوا الصدمه. قلت لهم فاش تلاقيتو غادي يقول ليها بانه هو اللي صفاها المعاد ولصق في صاحبه حمزه باش يخلالو الجو مع البنت ويتزوج بها هو، حيت زعما كيبغيها. تخيلوا البنت كتقول بانه فاش قال لي هاد الهضره ما تيقاتوش. واش كتقول لي انت؟ ياك صافي يونس تحكم 25 عام وعائلته قالوا بانه لقاو البصمه ديالو في الكاس وداكشي باش دانو والدري تحكم ومشى للحبس. قلت لهم ولكن غادي يصدمني وغيقول لي بانه هو اللي خطط لكل شيء. قول لي رجال الشرطه عاودي لنا بالضبط شنو قال لك. قالت لهم راه قال لي بانه في ذاك النهار كان معاه يونس في الدار، وهو قال لي بلاتي نشربوا شي كاس داتاي وعاد ديك الساعه خرج، ولكن ما عمرش ليه اتاي في الدار. جاب ليه اتاي من القهوه بالكيسان ديال القهوه، شرب معاه يونس تما، يونس خرج وحمزه احتفظ بالكاس، ما رجعش الصينيه للقهوه في ديك الوقيته. شنو غيدير من بعد؟ غادي يخلي حتى الوقيته اللي قربت القهوه تسد، وغيدوز من حداها غادي يشوفهم بانهم كيوجدوا باغيين يسدوا، وغادي يقصد معاد. غيقول ليه سير سير جيب لنا شي برا ديال لاسين نتجمعوا عليه هنا نونسك شويه. معاد قال ليه راه القهوه غادا تسد. قال لي لا لا راه القصه باقا حاله غير سير. قلت لهم وهادشي اللي قال لي بانه مشى معاد الله يرحمه وجاب صينيه فيها براد كبير وثلاثه ديال الكيسان وجلسوا شربوا مع بعضياتهم، وفاش سالا وقال له شوف انا غادي نمشي الله يعاونك، ولكن دار اللور مورا البراكه هاز خشبه وغفلو وعطاه للراس. ومن بعد شنو غيدير؟ غادي يهز داك الكاس اللي كان مخلي ديال يونس بالليغون وغادي يحطو في بلاصه الكاس ديالو هو، وغادي يزيد بحالاتو، وغادي يصوني لمو ويصوني لباه ولختو ويطلبهم ويقول لهم دابا السيد راه تقتل، وإلا عرفوني انا راه كنت هنا في الدار بوحدي وغادي نبقى طالع هابط في المحاكم وانا ما عندي حتى شي علاقه بهذه القضيه، الا سولوكم قولوا راني انا كنت بيس معاكم تما في داك العشاء. وفعلا والديه خباو وكذبوا وقالوا بان ولد الدري كان معاهم وتعشى معاهم وبس عند خصو. قالوا لي رجال الشرطه واش انت متاكده من هاد الهضره اللي كتقولي اولا لا؟ قلت لهم سيدي انا هاد الهضره راه هو اللي قالها لي بفمو. قالوا لا بنتي راه حنا ما غاديش نثيقوا بالهضره بوحديتها، دابا عافاك غادي تتعاوني معنا، غادي نديروا لك واحد التسجيل غتمشي تعاودي تلاقاي به وجبدي ليه لسانه باش يعاود لك هادشي كامل عاوتاني وجيبي لنا التسجيل. فعلا داكشي اللي دارت البنت، صونات ليه وقالت لي بغيت نعاود نتلاقى بيك. تلاقاو، بدات كتجبد ليه الموضوع على حسب ما جا في التسجيل. هي كتقول ليه انا هاد الهضره اللي قلتي ليها ما دخلتش ليا لراسي، كيفاش درتي حتى قتلتيه؟ وهو كيقول لها صافي انا عاودت لك ما غاديش نعاود لك من الاول، وهي كتقول لي لا عاود لي حيت انا داكشي ما بغاش يدخل لي لراسي. المهم بقات كتجر له في لسانه وكتاكد عليه حتى اللي عاود ليها نفس التفاصيل، تقريبا شي تسجيل ديال 7 دقائق 10 دقائق، عاود ليها نفس التفاصيل بنفس الهضره اللي قالت هي، الصوت واضح كلشي هو هذاك. جابت التسجيل وعطاتو لرجال الشرطه ومشاو قرقبوا على حمزه وجابوه، وصلوا حمزه لعندهم وخدموا ليه داك التسجيل، خلاوه حتى اللي سال على خاطرو. قالوا ليه دابا شنو كتقول في هادشي؟ السيد بقى ساكت، شنو يقول؟ هذا الصوت ديالك هو الصوت ديالي صافي. علاش درتي هادشي كامل؟ انا كنت باغي البنت وما عنديش طريقه كيفاش نتهنى من صاحبي يونس، جاتني هاد الفكره في بالي
يصفيها لصاحبو عشيرو انتيم موعد، ويرسل صاحبو الاخر اللي سوى عشيرو انتيم الروح بالروح للحبس، باش هو شنو يخلالو الجو مع الخليله ديال صاحبو. هادشي كامل باسم الحب. للاسف اش من حب هذا؟ ما علينا. قالوا لي كيفاش عائلتك كيقولوا بانك داك النهار كنتي بايس عند خصك؟ قال لهم انا اللي وصيتهم، وهما ما فراسهمش انني انا قاتل. انا قلت لهم في ما يبقى طالع نازل في المحاكم. وفعلا من جابوا العائله ديالو تصدموا، قالوا حنا كاي عائله غادي نخافوا على ولدنا يبقى طالع نازل في المحاكم والصداعات، وهو قال لنا بانه ما عنده حتى شي علاقه بهذه القضيه، بانه غير ما باغيش انه يتبرزط هذوك الصداعات. فداك الشيء علاش كذبنا. خارج على امه، خارج على باه، على خصو وعلى راجل خصو، وقاتل صاحب ومدخل الاخر للحبس، والدنيا عنده لا في اون غوز، غادي باغي سيد يتزوج. هذا راه وحش بشري ولا شيطان بشري، خاصو شي سميه كثار. انا الصراحه هذا ما عرفتش من سميه نطلق عليه. ودار خطه محكمه، خطه نيت. سيد مشى تحكم 25 عام ظلم. فاش سمعت هاد القضيه كنت كنقول الحمد لله اللي ما كانش الاعدام. دابا سيبوزون كون كان كيتنفذ الاعدام فعلا في البلاد، ويونس ما دار والو، وتحكم عليه مثلا بالاعدام وتنفذ فيه وهو ما دار والو. تخيلوا مثلا، انا دي الفكره اللي بقات كدور لي في دماغي. وكيقولوا يا ما في السجن مظالم، ولكن ماشي كلشي. ما علينا. قدموا للنيابه وغادي تحكم على حمزه بالمؤبد. قليله في حقه، واحد بحال هذا قليله في حقه. دابا فاش كتشوف بانه يونس مشى ظلم كتقول الحمد لله اللي الاعدام ما كتنفذش، ولكن ملي كتشوف الخطه ديال هذا الشيطان كتقول يا ريت الاعدام يتنفذ فيه. وسمحوا لي على الراي ديالي، مع كل احتراماتي للعائله ديالو ولحبابو، ولكن راه هادشي اللي قدر الله. الوالدين ما كيرميوش ولادهم في التهلكه، هما اللي كيمشيو لها برجليهم. دري ما هو مبلي بشي نوع ديال المخدرات اللي صعيب بزاف نقولوا سيطر له على العقل، ما بجميع قواه العقليه. طمع في الخليله ديال صاحبه، باغيها، حبها، بانت له انه يصفيها لصاحبه ويصيفط الاخر الحبس، وهكا صافي سالا هو. وموعد مسكين اش لك فيه؟ سيد عساس ترونكيل ما دار له والو، وغير باش يصيفط واحد اخر صفها لهداك. قضيه اللي قلت لكم راه خاصها التركيز، قضيه اللي كتحبس الدماغ، فريمون كتحبس الدماغ. بلا ما نطول عليكم نمشيو ندخلوا في تفاصيل القضيه الثانيه. الاحداث ديال القضيه الثانيه غادي يدونا من مدينه وجده، وبالضبط في سنه 2005. فواحد الليله مع جوايه تقريبا هذيك 2:30 ديال الليل اولا 2:15، الناس غادي يفيقوا على واحد الغوت اللي كان مجهد بزاف. فكلشي خرج بدا كيطير كيشوفوا هاد الصداع منين جاي، حتى اللي كيكتشفوا بانه جاي غير من واحد الشقه كانت قريبه لهم في نفس الحي. طلعوا كيتجراو ياك لاباس كيلقاو واحد البنت اللي كانت في العشرينات تقريبا 29 24 سنه كتبكي. البنت حالتها منهاره، ياك لاباس بنتي اش باقي؟ يلا دخلت للدار. كنت غير مع صحاباتي اللي هنا في الدار اللي حدانا، كنراجع معاهم الامتحانات بحكم انهم هاد البنات كلهم كيقراو في لافاك. قلت لهم فاش جيت للبيت اللي كاريه انا وصاحبتي شوفوا الحاله فاش لقيتها. قلت لهم في الاول انا قلت راها يا ناعسه واش بلا ما نفيقها، ولكن مني قربت حداها تبان لي البنت حل عينيها وبارده، راه صاحبتي ميته. البنت كتبكي وبزاف الجيران فهموا منها هادشي. يا بلاتي نتصلوا برجال الشرطه. فعلا داكشي اللي كان، اتصلوا برجال الشرطه اللي بدورهم علموا النيابه العامه والتحقوا عندهم لهاد الحي. وصلوا رجال الشرطه وفعلا في محضر معينه كيلقاو بنت اللي ساهيه في العمر ديالها غالبا 23 سنه، فوق الناموسيه ديالها ومغطيه، ولكن البنت جثه هامده. البنت ما عليها لا اثر ديال الطعنات ولا حتى شي حاجه، ولكن كاين واحد الحموريه في عنقها.
قالوا غالبا البنت ماتت بالخنق، ولكن شكون اللي غادي يصفيها ليها؟ بداو كيديروا معاينه في ديك الدار، فهنا كيكتشفوا واحد القرعه ديال الشراب اللي كانت محطوطه وماكله ديال جوج الناس. سولوا الصديقه ديالها اللي كان الاسم ديالها مريم، قول لها انت فين كنتي؟ صاحبتك شنو كدير في الحياه؟ مريم كتقول بانهم بجوج بهم طالبات في الجامعه. كتقول لهم صاحبتي راه الله يعمر هذا، راه انا بيدي تصدمت فاش لقيت هادشي، داكشي علاش قربت عندها نشوفها مالها، حتى اللي بالي ليا عينيها مفتوحين. صاحبتي كتقرا كيف ما انا كنقرا، وحيت قربوا الامتحانات انا راني كنت عند الصديقه ديالي، بنات صحاباتي سولهم انا راه كنت عندهم كنت كنراجع معاهم. يلا دخلت للدار شفت هادشي راه بديت كنغوت تنجمعوا الناس. فشكون اللي دخل عند هاد البنت؟ شكون اللي غيصفيها ليها؟ وبنت كتقرا في الجامعه و23 سنه، اش كدير قدامها في بيت النعاس طبله وفيها قرعه شراب؟ الضحيه واللي الاسم ديالها نوره، لقاو في الصبع ديالها واحد الخاتم اللي كيبان انه خاتم ديال الخطوبه. حاولوا يقلبوا لها التليفون ديالها، كيلقاو فيه التصاور ديالها مع شي شاب، واحد الشاب اللي كان زوين، وهي البنت اصلا كانت جميله. حتى الناس اللي كانوا حاضرين في ديك الوقيته ملي سولوا عليها قالوا البنات مربيات، البنت كانت كتبان مؤدبه والبنت غزاله ما شاء الله. شكون غادي يصفيها ليها؟ واش كدير ديك القرعه ديال الشراب عندها؟ الله اعلم. علموا العائله ديالها باش انهم يجوا عندهم، حاولوا يهزوا بعض البصمات ورفعوا الجثه المسودة على الاموات على قبل التشريح. طلبوا من الصديقه ديال مريم انها الغد لي في الصباح تلتحق بهم باش يكملوا معاها التحقيق ويفتحوا محضر. فعلا الغد لي مريم التحقات عند رجال الشرطه، ولكن للاسف الاجوبه اللي غادا تقول غادي يزيدوا القضيه تعقيد. مريم ملي عاودوا سولوا على الصديقه ديالها فهي كتقول بانه للاسف مؤخرا شفت صاحبتي انها تبدلات، ولات تلبس حوايج اللي غاليين، تصرف على راسها فلوس صحاح، ما تدخلش بزاف للجامعه. ومن اين لها هذا؟ الله اعلم. انا في هذا الاخر راه شفت شخصيه اخرى بصاحبتي عمري ما عرفتها، ولكن انا ما كنعرفهاش هي مع من، واش عندها علاقه بشي خالي، واش الله اعلم. جاو العائله ديال نوره، للاسف الصدمه ديالهم كانت كبيره بزاف، وبصفت البنت تقرا، هما ناس بسطاء على قد الحال من الباديه، كيضربوا عليها التماره باش انها تقرا. اش وصل بنتهم لهاد الحاله؟ الله اعلم. سولوهم على التصاور اللي عند بنتهم مع هاد الشخص، والبنت ما مخطوبه، ما جا شي واحد تقدم ليها ما حتى شي حاجه. شكون هذا اللي معاها اولا ديال من الخاتم اللي دايره؟ الله اعلم، حنا راه ما عارفينش. رجعوا كيبحثوا مع صاحبتها مريم كتقول لهم نفس الهضره، تقول لهم صاحبتي راه ما كتدخلش للكليه مؤخرا، راه ماشي من الاول، وتبدلات، عندها فلوس صحيحه، كتصرف على راسها، كتخرج بزاف، كتشري اي حاجه بغاتها، ولكن حتى النقط ديالها مزيانين بزاف في الكليه، واخا انها ما كتدخلش. كيفاش كدير؟ الله اعلم. قلت لهم شي حاجه اخرى انا ما عارفاش نهائيا. فهاد الوقيته بداو كيشكوا لربما عندها شي علاقه مع شي واحد في الكليه. كيفاش هاد البنت هادي ما كتحضرش والنقاط ديالها طالعين، وصاحبتها مريم اللي دا لصحفاتو تراجع النقاط ديالها قل منها، فهادشي تار الشكوك ديالهم. حاولوا انهم يمشيو لديك الكليه وبداو كيسولوا الناس على نوره ويعرفوا الحياه ديالها كيفاش كانت، ربما تكون عندها شي صديقه اخرى مولفه تعاود ليها. استمر البحث وتحقيق اللي هو طويل، وخرج تقرير ديال الطب الشرعي. التقرير ديال الطب الشرعي واللي كان صادم بمعنى الكلمه. التقرير ديال الطب الشرعي كيأكد بانه سبب الوفاه هو الخنق. زيد على ذلك فراه البنت كان عندها واحد النسبه قليله شيئا ما ديال الكحول في الدم ديالها. اما اللي مهم واساسي فراه هو ان البنت كان فايز في تضاد البكره ديالها، وديجا كانوا عندها ممارسات من قبل، ولكن في ديك الليله ما كانتش ممارسه، والعائلتها كيقولوا بان البنت ما كانتش مزوجه.
فهنا رجال الشرطه مني شافوا هاد التقرير ديال الطب الشرعي عرفوا بانه القضيه فيها خلل. ولكن واش هو اللي معاه في التصاور او لا هو الشخص اللي في لافاك وكيزيد النقاط؟ كان بحث طويل في هذه القضيه. للاسف مريم ما فاتتهم بوالو مع انها الصديقه ديالها وساكنه معاها. بقاو كيبحثوا كيقلبوا حتى اللي طاحوا على داك الشاب اللي كان معاها في التصاور، وهو شاب اللي كان كيقرا في نفس الجامعه. مني غادي يستدعيو غادي يقول لهم فعلا انا كنت معاها على علاقه، هي كانت الخليله ديالي. ولكن مني غادي يشوف البرنامج ديالو غادي يلقاوه صحيح 100%، عنده اثباتات على فين كان. يعني ماشي هو اللي صفى عليه ديك الليله. زياده على ذلك الدري كيقول لهم انا ما كنشربش وانا ما فراسيش بانها كانت كتشرب، انا عمري ما قصت الخمر ولا وصلته لفمي وما فراسيش. انا البنت كنت كنشوفها بانها بنت معقوله وكل شيء، كنت كنقول نهار نسالي الجامعه ويسهل الله نتزوج بها، وهذاك الخصم انا اللي شاريه ليها. فنبداو كيسولو واش عمرك مثلا لاحظتي عليها شي حاجه، ملي كتخرج مع شي حد كتعرف شي واحد اخر من غيرك؟ قال لهم صراحه انا مؤخرا كنشوفها بانها تبدلات ولاو عندها الفلوس وحوايج جداد، ولكن ملي كنسولها كتقول لي بانه باها باع شي ارض وتهلا فيها. قال لهم انا هادشي اللي فراسي. اما بالنسبه واش عندها شي علاقه مع شي حد، قال لهم انا ما فراسيش. وراه هي كانت الهضره كتلاح مره في الكليه، لا وهي كتعرف شي استاذ. قال لهم ولكن انا هي راه حالفه ليا وقالت لي بان ما بينها وبين شي استاذ، ما بينها وما بين شي استاذ حتى شي علاقه. قال لهم داكشي علاش ما كنتش كندعي على الهضره ديال الناس، كنقول ربما عارفيني معاها على علاقه وباغيها المعقول، كيحاولوا يخسروا الصوره ديالها في عيني، وانا كنت كنثق فيها. فرجال الشرطه هنا مني ذكرت المساله ديال انها عندها علاقه مع شي استاذ في الجامعه، ومني قالت مريم بان الصديقه ديالها كتغيب ولكن نقطه مزيانا، اتاكدوا هما باللي فعلا غتكون عندها علاقه مع شي استاذ في الجامعه. خاصهم غير كيفاش يوصلوا ليه شكون هو. حنا كنهضروا على جامعه، غيوصلوا يختاروا من طرف ولا يحقوا معاهم كاملين؟ صعيب. رجال الشرطه في هاد الوقيته قرروا انهم يبداو يسولوا في ديك الجامعه ويقلبوا، ولكن بسريه تامه. في هاد الوقيته غادي ينشروا بعض من المحققات تما وسط الجامعه، بداو كيطقسوا لهم بعض الامور، واللي منهم هو انه بزاف ديال الزملاء ديال الضحيه كانوا كيشوفوها مع واحد الاستاذ اللي الاسم ديالو عبد الرحيم. هاد الاستاذ اللي كان في العمر ديالو 50 سنه، مزوج واب لطفلين وبنت، ومن ساكنه ديال مدينه وجدانيت. فمني وصلوا لهاد المعلومه ووصلوا للمعلومات ديال هاد الاستاذ، نيشان غادي يمشيو يجيبوه باش انهم يبحثوا معاه. الاستاذ الموقر عبد الرحيم فاش غادي يجيبوه وغادي يسولوا على الضحيه، غادي يقول لهم تلميذه عندي فعلا انسانه مهذبه كتقرا مزيان مربيه. وقالوا ليه مزيان شنو نوع العلاقه اللي بينك وبينها؟ قال لهم انا استاذ وهي طالبه. شنو نوع العلاقه؟ غتكون جا معنا مثلا الاستاذ ديالها. رجال الشرطه قالوا ليه ولا الناس كلهم في الكليه كيقولوا بانكم كنتوا كتلاقاو في مقاهي والناس شافوكم مره ما جوج. قال ما سيدي هاد الهضره ما كايناش، الناس غير كيهضروا كيوسعوا فمهم. انا راني واحد الاستاذ محترم، راه وليداتي قدها، انا مزوج وبوليداتي، انا ديك السيده ما بيني وبينها والو من غير علاقه ديال الاستاذ بالطالبه ديالو، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. السيد كان كيهضر بواحد الثبات. فهنا رجال الشرطه قالوا له واخا ماشي مشكل، عافاك استاذ فين كنتي النهار الفلاني مع الساعه الفلانيه؟ وقال لهم اكيد كنكون في الدار ديالي، فين غادي نكون في ديك الوقيته؟ نتوما كتهضروا لي على نصاص الليل. قال لي واخا، خلاو عندهم وتوجهوا للدار ديالو. راك هنا مني غادي يمشيو يسولوا الزوجه وبقاو يفكروها في النهار والساعه بالضبط، تقول لهم عاقله.
راجلي ما مولفش كتعطل ديك الوقيته. داك النهار فعلا كان في الدار، ولكن خرج مع 11 الليل وما رجع حتى تقريبا 3 الصباح، يعني 3 الليل. قالت لهم انا باقا عاقله، حيت ديك الوقيته فاش دخل انا شفت في الساعه. قالت لهم بالامر اللي غد ليه سولتو، قلت له ياك لاباس علاش تعطلتي البارح؟ قال لي بانه كان عند شي صديق ديالو كان عنده شي اسبوع ولا ما شابه ذلك. قلت لهم داكشي علاش؟ صافي انا قلت ربما كان عند شي صاحبو، وانا ما كنعرفش الاصدقاء ديالو كاملين، ربما كان معروض مع شي اساسي ديال صحاب ولا سهل عليه. بداو معاهم الزوجه ديال عبد الرحيم، وصلوها وواجهوا بالاقوال ديالها. عبد الرحيم هنا كيقول لهم بانه واقيلا غير نسى، وفعلا كان عند شي صديق ديالو مع الضغط ديال الخدمه والمسؤوليه ربما نسى، وقال بانه كان في الدار. فعلا راه كان واحد الاسبوع مؤخرا، غير هو ما عقلش على التاريخ بالضبط. فعلا كان حاضر مع شي صاحبه في شي اسبوع. فهاد الوقيته رجال الشرطه غادي يصيروا معاه، وغادي يقول ليه ما يمكنش انك تنسى بحال حاجه بحال هادي، وما داش لنا الوقت بزاف، باقي حتى شهر ما كمل. دابا عافاك غير جينا نيشان، الناس كلهم شاهدين بانك تنسي على علاقه بالضحيه. صافي قلنا ما يفيد، ما نضيعوش معاك الوقت اكثر من هكا. السيد حاول انه يزيد ينكر، ولكن رجال الشرطه ضغطوا عليه، قالوا له عاد ورينا حنا صاحبك اللي كان عنده السبوع، نمشيو معاك سيدي بعيد. السيد صافي زيروه، حنا راسو الارض، وقال لهم كانت كتهددني. يعني انت اللي صفيتي لها؟ انا. شنو وقع بالضبط؟ فكيقول عبد الرحيم بانه فعلا كان معاه على علاقه، وداكشي كان بمقابل هو اللي كان كيعطيها الفلوس، وهو اللي كان كيزيد لها النقاط، وماشي غير النقاط ديالو، كان كيتوسط ليها عند اساتذه اخرين انهم يزيدوها النقاط، وكيعطيهم حجج. البنت عيانه، البنت مريضه، عندها مشاكل في الدار كذا، كيديروا بوجهه نقاط طالع للبنت واخا ما تجيش، المهم هو راه مرتاح معاها. قال لي حتى لواحد النهار غتقول لي غادي تقدم لي وغادي تتزوج بيا. قال لهم انا قلت لها هادشي ما متفقنش عليه من الاول، وانت عارفه ولادي قدك، هاد الفكره عمرك ما تجبديها، الا بغيتي تسالي العلاقه الله يعاونك. قال لهم ولكن للاسف جبدات واحد الفيديو وراتو ليا. قال لهم البنت كانت مصوراني وانا وياها في الفراش. قال لهم انا مني شفت داك الفيديو في ديك اللحظه قررت انني خاصني نتهنى منه، حيت داك الفيديو الا وصل لمراتي ولا ولادي غادي نتشوه، فما كان عندي حتى شي حل. قال لهم ما ناقشتهاش، قال لهم النهار اللي وراتو لي ما ناقشتهاش، جهدي خسرت عليها الله يهديك، ومشيت وخليتها وبقيت كنخطط. قال لهم انا كنت متعود كنمشي معاها مره للدار اللي كانت كاريها هي وصديقه ديالها الا ما كانتش، ولكن في غالب الاحيان كنا كنمشيو لواحد لابارطومون اللي انا كاريها. قال لهم النهار اللي فكرت درت معاها على اساس انني غادي نمشي عندها. قال لهم فعلا هي كانت كتشرب، وبعد مرات كنت كنشرب انا وياها، ولكن في ديك الليله قلت لها واش خاصك شي حاجه؟ قلت لي جيب معاك الشراب. قال لهم ولكن انا علمتها وقلت لها انا راه ما غاديش نتعطل وما غاديش نشرب اليوم، وفعلا دزت وخديت لها الشراب ومشيت عندها للدار. قال لهم ملي وصلت حطات هي الشراب بدات كتشرب، جبدنا نفس الموضوع، ولكن هي مصممه على الهضره ديالها. قال لهم حتى واحد الوقيته غادي نوض على اساس انني غادي للمرحاض اكرمكم الله، وغادي نجيها من اللور وغادي نزيرها لعندي، نسد لها فمها باش ما تغوتش، وغادي نبقى خانقه حتى اللي ماتت البنت من يديا. قال لهم هزيتها حطيتها في الناموسيه ديالها وغطيتها، وهزيت التليفون ديالها ومسحت منه الفيديو ديالي. قال لهم في ديك الوقيته مسحت البصمات ديالي من اي حاجه ممكن انني نمسح منها بصمات، وخرجت بحال هاتي ركبت طوموبيلتي ومشيت. قال لهم وصلت للدار بكري، ولكن ما كنتش مستوعب داكشي اللي درت، داكشي علاش بقيت غير برا حتى لديك الوقيته وعييت وطلعت نعس في الدار. قال لهم هادشي اللي وقع، ما بقى ما يسخطو. دابا انا ما عرفتش في هاد القضيه شكون اللي غلط، واش الضحيه
اللي زادت طمعات. واش هو؟ الله اعلم، الله اعلم. دوزو عبد الرحيم المحاكمه، وفعلا غادي يتحكم 30 عام ديال الحبس سجن النافذه. واستاذ جامعي 50 عام، 30 عام يخرج في شحال؟ في عمره 80 عام. لا حول ولا قوه الا بالله. السيد مزوج، وليداتو كبار. انا واحد السؤال كيبقى يجيني ديما في بالي، ما كنعرفكمش تجاوبوني عليه. شتو هاد النوع هذا ديال هاد الرجال اللي كيكونوا ولادهم بهاد العمر وكيمشيو كيطمعوا في وحده في هاد العمر وكيغريها بالفلوس، اولا مثلا لنفرض كانت هي اصلا طيشه ورمات راسها عليه، نفرض، علاش غادي يوافق انه يدخل مع بنت في علاقه ويضيع لها حياتها؟ علاش يبغي هادشي يوقع لبنته؟ اكيد لا، للاسف. بزاف ديال الناس كيتهاونوا في هاد المسائل، وهي راه الدنيا دواره، راه كما سودين سودان، ولا ما جاتش الدقه فيك كتجيب شي واحد قريب لك، للاسف. انا هذا رايي الشخصي، نبغي نشوف الراي ديالكم حتى نتوما في التعاليق. حتى لهنا نقول لكم القضيه بجوج سالو، قدر الله وما شاء فعل، فيهم بجوجات. القضيه الاولى راه فعلا ماشي كتصدم كتحبس الدماغ، اما القضيه الثانيه ترى متداول في الجامعات، حدث ولا حرج. اما القضيه الاولى ديال واحد حيت طامع في الخليله ديال صاحبو يصفيها لجوج في دقه واحده، واحد يصيفطو الروضه واحد الحبس، وخطه محكمه كانت عليه تكون جريمه كامله، ولكن روح عزيز عند الله. فهنا ما عسى ان اقول من غير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوفكم الحباب ديالي في فيديو جديد وفي قضيه جديده ان شاء الله. والله ييسر لكم اصحاب، وحتى تقولوا لي في الطريقه ديال الالقاء عاود واش مزيانه ولا لا. حاولت انني مابقاش نهضر بالجهد وبالزربه. بزاف منكم كيقولوا لي كتغوتي في الفيديو. واحد النهار جاني واحد التعليق، وحده قالت لي بحالي كتهضري في حمام، بحالي كدابزي في حمام. والله العظيم زعما شي تعاليق، ولكن تعليق واحد سلبي وسط بزاف ديال التعاليق كلهم دعاوي كلهم حب، يهون ماشي مشكل، لا يخطيكم عليا. ايوا صافي، حتى لهنا غنقول لكم الله يسرنا ويسركم من شر الخلق. الانسان يرد البال، بط كونفيونس، كاين شي الثقه، وفي المقربين كثر. لا اله الا الله. نشوفكم فيديو اخر. الفيديوهات اللي جايين من مورا هذا اكيد معودين. احبكم في الله. السلام عليكم، الله يعاونكم. الاحداث ديال القضيه الاولى وكما سبق وذكرت لكم، غدينا مدينه سيدي رحال، وبالضبط في سنه 2006. غادي نمشيو لدوار الشرفه، فين واحد النهار شي ناس غادي يتصلوا برجال الدرك، وغادي يعلموهم بانهم عندهم جوج ديال الناس مصفيه لهم واحد الطريقه اللي بشعه. ففي هاد الوقيته رجال الدرك علموا الشرطه القضائيه، علموا النيابه العامه، وتوجهوا نيشان لهاد العنوان. فعلا مني غادي يوصلوا تما لداك الدوار، وبالضبط لديك الدار اللي وقع فيها الكارثه، غنلقاو بعض ديال الناس مجموعين وشي نساء كيبكيو. غادي يحاولوا يبعدوا دوك الناس ويدخلوا باش يبداو يديروا في المعاينه. اول حاجه غادي يردوا لها البال هو انهم عندنا جوج ديال الضحايا، امراه اللي كانت غالبا في اواخر الربعينات من عمرها، وعندنا بنت اللي مازال صغيره وغالبا ما فايتاش هذيك 10 سنين. ولكن اللي غيردوا ليه البال هو انه هاد جوج ديال الضحايا ما تصفاتش لهم بنفس الطريقه. الضحيه الاولى واللي هي قلت لكم في العمر ديالها غالبا فوق الربعينات، غادا تكون مصفيه ليها بواحد الطريقه اللي بشعه بزاف. السيده مجروره من الوريد للوريد، وماشي هادشي وصافي، الجسم ديالها كله مثقب، كله طعنات، لا من الصدر لا من البطن، حتى من الوجه والدرعان ديالها فيهم طعنات. وهادشي كان صادم بالنسبه لرجال الدرك. اما بالنسبه للضحيه الثانيه واللي هي اللي مازال صغيره، فهذيك غادي يلقاوها بانها ما فيهاش حس الاثار ديال الطعنات نهائيا، بل صفات لها بشي طريقه اخرى، يا اما الخنق او ما شابه ذلك. ولكن اللي غادي يردوا ليه البال هو انه هاد البنت راه مازال بالوزره المدرسيه ديالها، وحداها واحد المحفظه، يعني غالبا البنت كتقرا
ويلا وصلات من المدرسه وتصفت ليها بديك الطريقه. فهنا غادي يردوا البال بانهم هاد جوج ضحايا واللي هما الام وبنتها ما تصفاتش لهم في نفس البلاصه. الام كانت في بيت النعاس، اما بالنسبه للبنت فراه تقريبا مع الدخله ديال الدار، يعني غالبا نقولوا الصالون. ومني غادي يزيدوا يكملوا المعاينه غادي يردوا البال لواحد الطبله اللي كانت صغيره وفوقها قنينات فارغه ديال الخمر اللي كان من نوع البيره. فهنا غادي يحطوا في افتراضيه بانه غالبا هاد الشخص هذا اللي كان قصار في هاد الدار هو اللي غادي يكون صفاها لهاد السيده هي وبنتها، ولكن هذه كتبقى افتراضيه. المهم في هاد الوقيته غادي يحاولوا يهزوا بعض البصمات من هادوك القنينات ديال الخمر. فهنا غادي يكونوا سالاو المعاينه وغيبداو كيسولوا شكون اول شخص هو اللي اكتشف الجريمه. فهنا واحد السيده غتقول لهم بانها انا. غيقولوا لها شكون انت؟ غتقول لهم انا الاخت ديال الضحيه وخالة البنت الصغيره. غيقولوا لها واخا وشنو اللي جابك عندهم في هاد الوقيته، وباش عرفتي مثلا انه ممكن تكون واقع عليهم شي حاجه، او لا واش غير جيتي بالصدفه. هاد السيده كتقول لرجال الدرك بان الضحيه اختها، وبان هذيك الدار شارينها مشروكا هي وختها. السفليه ماشي ديالهم ولكن شارين البروميير والدوزيام. قالت ليهم بان هذيك البروميير شادها اختها وبنتها، ولكن الدوزيام ديالها وهي ما ساكناش فيها حيت مزوجه وساكنه مع الزوج ديالها. فهنا رجال الدرك غادي يسولوا الاخت ديالك واش مزوجه؟ قالت لهم لا، الاخت ديالي مطلقه من مده طويله هذه. سولوا على الخدمه ديالها، قالت لهم الاخت ديالي شيخه كتخدم مع واحد الفرقه كراقصه. فهاد الوقيته غادي يقولوا لها انت كيفاش عرفتي ممكن تكون واقع لهم شي حاجه؟ قالت لهم انا اليوم بالصدفه صونيت لختي شحال مره وما جاوبتنيش، فانا تشوشت عليها. داكشي علاش قررت انني نجي عندها للدار ونشوف واش وقع عليها شي حاجه، ولكن مني جيت ودقيت وما فتحاتش عليا زدت تشوشت عليها، وبحكم انه عندي الساروس قررت انني نفتح وندخل نشوف اختي مالها. قالت لهم حتى اللي كنتفاجئ مني كنلقى البنت ديالها طايحه في الدخله ديال الدار جثه هامده، ومني كنزيد ندخل لقلب الدار باش نشوف اختي ياك ما سي وقع على شي حاجه كنلقاها في بيت النعاس مذبوحه من الوريد للوريد. ففي ديك الوقيته بقيت كنغوت حتى اللي جمعوا جيران ورحنا اتصلنا بكم. فهاد الوقيته رجال الدرك غادي يردوا البال بان السيده كتقول صونات على اختها وهي ما كانتش كتجاوب، يعني الضحيه عندها هاتف. ففي هاد الوقيته هما راه ما لقاوش في مسرح الجريمه. فهنا غادي يقولوا بما انه الجاني خدا حتى الهاتف ديال الضحيه فراه ممكن يكون سرق شي حاجه اخرى من الدار. فغادي يطلبوا منها انها تدخل وتشوف هذوك الممتلكات ديال اختها واش ناقصه منهم شي حاجه. فعلا مني غادي يدخلوا ويقلبوا في الدار مزيان، الاخت ديال الضحيه كتقول بانه اختها ماشيه ليها 5 المليون وزيد عليها الذهب اللي كان كثير، واللي كان عباره على واحد الصنطه ديال الذهب، خواتم، دبالج وشي جوج سنيسلات ولا 3. فهاد الوقيته غادي يبداو يقولوا ربما هادشي اللي وقع بدافع السرقه، ولكن عاوتاني الله اعلم الا كان بدافع السرقه فما يمكنش الانسان يبقى يخطط في ديك الضحيه لديك الدرجه. السيده مذبوحه عاد اللحم ديالها كله متقو، يعني غالبا هادشي فيه شي انتقام او شي تصفيه حسابات من غير هذاك الموضوع ديال السرقه. فهاد الوقيته كانوا خداو هادوك التصاور الضحايا بجوج بهم وهزوهم لمستودع الاموات على قبل التشريح. وكما قلت لكم حتى هادوك القنينات ديال الخمر كانوا كيتسناو يطلعوا البصمات ديالهم. فهاد الوقيته هادي غادي يبداو كيسولوا الجيران لربما يكونوا سمعوا شي حاجه، ولكن الجيران هنا غادي يقولوا بانهم ما ردوا البال حتى شي حاجه وما سمعوا والو، بالخصوص انه الضحيه راه هي كانت شيخه وقالوا لهم حنا متعودين كنشوفوا انه كاين بعض الرجال كيكونوا مره داخلين نازلين عندها، فداك الشيء علاش مشكيناش نهائيا وما ردينا البال حتى شي حاجه. سولوا الاخت ديال الضحيه واش الاخت ديالك بينها وبين الطليق ديالها شي مشاكل، واش ممكن يكون هو اللي صفاها ليها، مع انه هادشي مستبعد. حنا راه كنهضروا على ضحيه وبنتها، يعني اكيد هذيك بنته واش ممكن يصفيها ليها حتى هي. ولكن هنايا الاخت ديال الضحيه كتقول بانه اصلا ما كانوش بيناتهم مشاكل، وزيد على هادشي السيد راه دار واحد لاكسيدون قبل واحد 6 شهور هادي ومول الامانه دا امانته، يعني هو ما كاينش معاهم في هاد الحياه نهائيا باش يجي يصفيها اليوم. ففي هاد الوقيته غادي يستبعدوه نهائيا وغادي يركزوا على التقرير ديال البصمات اللي غادي يطلعوا من هذوك القنينات ديال الخمر، وحتى على التقرير ديال الطب الشرعي واللي غادي تبين فيه بان الضحيه الام فيها طعنات كثار
وطعنات اللي كانوا قاتله، وسبب الوفاه هما هذوك الطعنات اللي كانوا في العنق ديالها وعلى شكل الذبح. اما بالنسبه للبنت فراه كان سبب الوفاه هو الخنق. وفي هاد الوقيته نفسها غادي يكون خرج هذاك التقرير ديال البصمات اللي كان على دوك القنينات ديال الخمر، واللي كانوا فيهم جوج ديال البصمات. البصمه الاولى كانت ديال هي الضحيه الام واللي هي الشيخه، اما بالنسبه للبصمه الثانيه فراها كانت ديال واحد الشخص واللي كان الاسم ديالو عمر واللي كان هو من ساكنه سيدي رحال، وكان عنده واحد المحل اللي كان كيبيع فيه الدجاج والخضر وما شابه ذلك. توجهوا رجال درك لعند عمر المحل ديالو، تاكدوا منه بعدا واش هو عمر، قال لهم طلبوا منه انه يتوجه معاهم في ديك الوقيته لمركز الدرك، قالوا لي غادي نطرحوا عليك بعض الاسئله وعاود رجع بحالاتك. فهاد الوقيته عمر ما مانعش نهائيا، هبط الريدو، شد المحل ديالو او توجه معاهم نيشان لمركز الدرك. فهنا رجال درك غادي يعلموه بانهم لقاو البصمات ديالو في واحد القنينات ديال الخمر في الدار ديال الشيخه الفلانيه، وقالوا ليه دابا بلا ما تخبي علينا قول لنا الصراحه وبلا ما تخاف. فهاد الوقيته عمر غادي يقول لهم انا فعلا سمعت بانه فلانه تلقات مقتوله هي وبنتها، وصراحه ما كان ما يتخبى، السيده راه هي الخليله ديالي وانا وياها رحنا على علاقه غير شرعيه. قال لهم فعلا انا كنت عندها في ذاك النهار، انا مشيت حيت متعود كنمشي كنشرب انا وياها وكنقصروا مع بعضياتنا. قالوا ليه ايه، قال لهم ولكن راه خرجت من عندها مع 4 العشيه. قال لهم في واحد الوقيته حتى لي ناضت هي وقالت لي شوف راه بنتي غادا تجي دابا من المدرسه، صافي نوض سير قبل ما تجي وتشوفك. قال لهم فعلا هبطت انا وياها. قال لهم انا خرجت وهي سدات الباب من مورايا ودخلت للدار. فهنا رجال دارك كيردوا البال بانه عمر كيقول الضحيه هبطت معاه وسدات الباب من الداخل، والاخت ديال الضحيه كتقول بانها مني جات لقات الباب مسدود وهي اللي فتحات بالساروت. فهنا واش ممكن يكون الجاني حتى هو عنده الدوبل ديال السوارت ديال ديك الدار؟ هذا كان سؤال اللي مهم في هذه القضيه. غادي يحاولوا انهم يعاودوا يستدعيو الاخت ديال الضحيه ويعاودوا يبحثوا معاها من الاول. اللحظه اللي جات الاخت ديال الضحيه للمركز رجال دارك غادي يسولوها واش هذوك الدوبل ديال السواروت كان عندك غير انت والاخت ديالك اولا كان عند شي حد اخر؟ السيده كتقول لهم انا على حد علمي سوارت عندي غير انا واختي، الا انا ما فراسش شي حاجه اخرى الله اعلم. ففي هاد الوقيته رجال دارك غادي يطلبوا منا انهم يتوجهوا معاها للدار ديالها كواحد البحث مبدئي. فهنا قالت لهم مرحبا ما عنديش مشكل. وفي نفس الوقيته كانوا خرجوا واحد الفرقه اخرين من رجال الدرك باذن من النيابه العامه انهم يفتشوا الدار ديال عمر وحتى المحل ديالو. فعلا مني مشاو مع عمر لدارو وللمحل ما لقاو عنده حتى شي حاجه. من بعد واحد البحث اللي هو طويل فراه ما لقاو لا تليفون لا ذهب لا فلوس. اما بالنسبه للفرقه ديال الدرك اللي غادي توجهوا مع الاخت ديال الضحيه لدارها فراهم من بعد واحد التفتيش في الدار غادي لقاو واحد الصاك اللي كانوا فيه مبلغ ديال الفلوس اللي كبير وفيه حتى الذهب. ففي هاد الوقيته غادي يسولوها من اين لك هذا واش هادشي ديالك؟ الاخت ديال الضحيه كتقول بانه الذهب ديالها وحتى هذاك المبلغ ديال الفلوس هذاك رزقها وهي حطاهم في داك الصاك. فهاد الوقيته رجال الدرك اكيد ما غاديش يتيقوها، ولكن هي غتقول الا ما تيقتونيش انا عندي الروسيات باش شريه داك الذهب وزيد على هادشي نوريكم حتى منين شاريه. وهنايا رجال الدرك غادي يقرروا انهم يشوفوا فعلا الروسيات بعينيهم وزيد على هادشي يتوجهوا معاه حتى لعند داك الذهيبي اللي كانت فعلا كتقدم من عنده باش يزيدوا يتاكدوا. وفعلا مني وصلوا عند الذهيبي كيأكد لهم بانه السيده كليانه ديالو وديما كتجي كتشري من عنده الذهب. بداو كيوريوه الروسيات وهو كيأكد لهم فعلا هذا من عندي وهذا من عندي. حتى لواحد الوقيته الاخت ديال الضحيه تقول لهم بلاتي هذيك المضمه راه ديال اختي. رجال الدرك قالوا لهم انت باش عرفتيها؟ قالت لهم هذيك المضمه كانت ديالي وانا اللي بعتها لاختي، يعني ما غاداش تخفى عليا نهائيا، انا متاكده هذيك المضمه اللي معلقه دابا عند السيد في المحل راه ديال اختي. ففي هاد الوقيته رجال الدرك غادي يدوروا عند الذهيبي وغادي يقولوا ليه واش هذيك المضمه فعلا عاد شريتيها اولا ديجا كانت عندك؟ غايقول لهم هذه فعلا انا عاد شريتها من عند واحد الراجل ماشي بزاف ديال الوقت، حتى اللي جابها ليا هي وشي ذهب اخر، ولكن انا قررت انني نشري من عنده غير المضمه بوحديتها. رجال درك سولوا الذهيبي واش انت شريتي هذه المضمه من عند السيد بالروسي ديالها؟ ولكن هو هنا كيقول لهم لا، كيقول لهم جا عندي واحد الراجل وقال لي بانه هذه المضمه ديال مراته وبانه الروسي ضاع لهم وهما واقفين على الفلوس
ومحتاجينهم. قال لهم داكشي علاش شريتها من عنده، ولكن راه شريتها من عنده بشرط، راني طلبت منه انه يجيب لي نسخه ديال بطاقه الهويه. قال لهم فعلا خرج من عندي من المحل ودار واحد النسخه على لاكارت ناسيونال، حتى اللي عطاني فوتوكوبي عاد اللي شريت من عنده المضمه، وقال لهم ها هي النسخه ديال بطاقه الهويه مازال عندي هنا في المحل. فعلا عطاهم هذيك النسخه ديال بطاقه الهويه، اللي ملي شافتها الاخت ديال الضحيه قالت لهم هداو هداو هداو، هذا كنعرفو. سولوها رجال دارك فين كتعرفيه؟ قالت لهم هذاك هو مانجي وخدام مع الفرقه اللي اختي راقصه معاهم، يعني شيخه معاهم. قالت لهم انا هذا كنعرفو متاكده من السميه ديالو. فهاد الوقيته ولا عندهم واحد المشتبه به اللي اكيد هو الجاني، وعندهم حتى هذيك لاكارت ناسيونال ديالو. فهاد الوقيته الذهيبي غادي يقول لهم راه هاد السيد اللي جا عندي وباع ليا مضمه راه كان جايب معاه حتى شي دبالج وخواتم، ولكن انا راه ما شريتهمش من عنده، راه خليته مشى وشاف هذاك الذهيبي اللي حدايا، راه غالبا غادي يكون شراهم من عنده. فهاد الوقيته رجال دارك توجهوا عند دوك الذهيبيه حتى هما، وشافوا داك الذهب اللي غادي يكونوا عاد شروه باللاروسي. وهنا الاخت ديال الضحيه بدات كتاكد لهم هذا الدبليج ديال اختي، هذا الخاتم ديال اختي، هذه السلسله ديال اختي، حتى اللي عرفوا بانه نفس الشخص هو اللي باع داك الذهب كامل ديال الضحيه، يعني اكيد هو الجاني في هذه القضيه. ومادام انهم عندهم لاكارت ناسيونال ديالو فراه توجهوا عنده نيشان للدار. ولكن مني غادي يوصلوا عند الكوامانجي للدار وتقريبا مع جوايه الربع د العشيه ما غاديش يلقاوه. فهنا غادي يسولوا واحد من ولادو الاب ديالك معاش خرج؟ وقال لهم راه خرج قبيله بكري. فين مشى؟ قال لهم انا نعت لكم راه الاب ديالي خدام في واحد العرس. وفعلا الدري نعت لهم العرس فين كاين، ورجال دارك مشاو حتى اللي وقفوا على سيد في داك العرس، ونيشان غادي يدوه معاهم لابريكاد. مني غادي يوصلوه لمركز دارك غادي يبداو كيسولوه وغايقولوا ليه هاد الذهب انت بعتيه لواحد السيد في القيصريه الفلانيه، وهاد الخواتم بعتيهم لفلان، وهاد الذهب هذا راك بعتيه بلاروسي وقلت لهم راه ديال مراسك وراكم محتاجين الفلوس. فدابا غير جينا نيشان هاد الذهب كيفاش حتى درتي وخديتيه لمولاتو. السيد فهاد الوقيته تصدم وما بقاش قادر يهدر. رجال دارك حاولوا انه يعطوه يشرب، ولكن السيد قال لهم صافي لا انا ما خاصنيش نشرب. قال لهم هادشي اللي كتب عليا الله، وانا غادي نعاود لكم دابا شنو وقع. الكوامانجي كيقول بانه كان مع الضحيه في واحد العلاقه غير شرعيه. قال لهم مع انني مزوج وبوليداتي، ولكن اصلا كنت باغي نتزوج بها وباغي نزيدها الزوجه الثانيه. قال لهم انا كنت كنعاونها ماديا. قال لهم حتى هذيك الدار اللي شرات مشروكه هي والاخت ديالها انا اللي عطيتها 8 ديال المليون. وقال لهم ديما كنت كنعاونها في اي حاجه تبغيها. قال لهم حتى لهذاك النهار فين غادا توقع الكارثه. قال لهم كنت مشيت عندها وقفت الطوموبيله بعيده، وفي ديك الوقيته سونيت ليها وعلمتها بانني باغي نطلع عندها، ولكن هي قالت لي بلاتي راه عندي اختي في الدار غير تهبط غادي نتصل بيك. قال لهم ولكن انا ما مشيتش. قال لهم بقيت واقف طوموبيلتي وجالس بعيد حتى لواحد الوقيته كنتفاجئ بانه خارج من عنده واحد الشخص، واحد الراجل، وخرجت هي وياه، هو مشى وهي سدات الباب. قال لهم انا كنقول مع راسي السيده كتقول لي اختها في الدار حتى تخرج اختها واتصل بيا، الساعه هي عندها راجل اخر. قال لهم في ديك الوقيته عاودات صونت ليا وقالت لي صافي غير اجي راه اختي مشات. قال لهم وهذا الشيء اللي زاد اكد ليا بانها كتكذب. قال لهم وفعلا مشيت عندها فتحات عليا وطلعت عندها للدار. قال لهم ولكن منين طلعت قلت لها علاش كتكذبي عليا ما كانتش عندك خصك. قالت لهم ولكن هي في هذه الوقيته بغات تنكر، وانا قلت لها اجي طلي من السرجم شوفي الطوموبيلتي فين موقفها وراني كنت فيها من قبيله، وانا شفت راه هبط من عندك واحد الراجل اخر. قال لهم في هذه الوقيته بدات كتغوت وما تسوقاتش ليا، وقالت لي اصلا شنو كتسنى مني نبقى نتسناك مربعه يديا ونتسناك حتى اللي تجي انت وتزوج بيا، فراه انت ما باغاش تفهم راسك ما عندي ما ندير لك، اصلا حياتي هذه ونطلع عندي من بغيت. قال لهم في ديك الوقيته حسيت بحال الا ردارت بيا. قال لهم ما توقعتش انها ممكن تتعامل معايا بهذه الطريقه، بالخصوص انني خاسر عليها دم جوفي وكنت ديما كنتعامل معاها مزيان، وفعلا كنت باغي نتزوج بها ونزيدها الزوجه الثانيه. قال لهم ولكن للاسف هي طلعت خلاطه. غريبه المصطلح ديال هذا المصطلح ديال الخلاطه ما زوينش ياك، ما خصنيش نقولوا قاصح. المهم هي طلعت انها ما مزياناش، غنخليها تلقطها تتقولي واش قاصح ولا لا، ما علينا. المهم قال لهم في ديك الوقيته طلبت منها
انها تجيب لي واحد الكاس ديال الماء باش نشرب، ولكن هي قالت لي نوض راه الكوزينه كتعرفها، سير هز الماء راسك. قال لهم فعلا انا مشيت للكوزينه ولكن ما هزيتش نشرب. قال لهم منين شان بان ليا واحد الجنوي تما، هزيتو ومشيت قصدتها. قال لهم لقيتها دخلت البيت النعاس، زيرتها من شعرها وبديت كنوجه لها طعنات في العنق ديالها. قال لهم من بعد بقيت غير كنطعن في صدرها وفي كرشها وفي الجسم ديالها كامل. قال لهم في واحد الوقيته هي بقات كتركل وانا ما قدرتش نشوف داك المنظر قدامي. قال لهم سديت عليها الباب ديال البيت النعاس وخرج السيد للصالون، حسن اللي عرفها بانها صافي ماتت ومول الامانه دا امانته. قال لهم جمعت الذهب وهزيت حتى التليفون ديالها، بالخصوص انني كنت انا اخر شخص اتصل بها. داكشي علاش قلت اللهم ناخذ التليفون حتى هو. قال لهم حتى انا بغيت نخرج وانا نسمع بانه الباب كيصوني، ومني طلعت من سرجم لقيت بنتها. قال لهم في ديك الوقيته هبطت عندها وفتحت عليها وهي تقول لي عمي فلان بلا ما نذكر السميه، نقولوا حنا هيك كوامنجي وصافي. قالت لي عمي فلان واش ماما ما كايناش؟ قال لها لا راه كاينه، طلعت للسطح تنشر شي حوايج. قال لهم فعلا البنت بدات طالعه وانا تبعتها من اللور. قال لهم حتى اللي وصلات لقلب الدار وتما خنقتها بالجلابه ديال امها. قال لهم دورتها ليها على عنقها وبقيت مزير حتى اللي بانت لي البنت بانها ماتت. وفي ديك الوقيته عاود هزيت داك الذهب والتليفون واداه الجريمه اللي هي داك الجنوي وخرجت بحالاتي من الدار، سديت الباب مورايا ومشيت. قال لهم هادشي اللي كتب الله وانا قلت لكم دابا الصراحه وداكشي كامل اللي وقع. وكيف ما سمعتوا هادو كانوا هما الاعترافات ديال الكوامانجي. من موراها داروا اعاده تمثيل الجريمه ومن بعد دوزوه المحاكمه وغادي يتحكم عليه 30 عام ديال السجن النافذه. دابا هنا اذا وصلتوا حتى لهاد النقطه قولوا لي الراي ديالكم في القضيه، ولكن اذا سولتوني انا على الراي ديالي فراني غادي نقول لكم في هاد القضيه كامله بقات فيا غير بنت مسكينه، حيت ما ليها حتى شي دخله لا في التخلوات ديال امها وفي علاقاتها ولا حتى في شي حاجه. البنت اش ليها مسكينه باش تصفى ليها بديك الطريقه؟ غتشدها انت وتحكمها وتخنقها بالجلابه ديال امها والسيده كتقول لك عمي. فهي اللي حزتني في خاطر في هاد القضيه كامله، ولكن نبغي نسمع الراي ديالكم حتى نتوما ونناقشوا الاراء مع بعضياتنا. واكيد غادي نقول لكم دابا نمشيو ندخلوا للقضيه الثانيه وحتى هي غادي نبغي الراي ديالكم فيها. الاحداث ديال القضيه الثانيه غادي تدينا لضواحي مدينه برشيد وبالضبط في سنه 2015. واحد الاسره كتكون من زوج وزوجه وعندهم جوج ديال الولاد وبنت. الزوجه كانت ربة بيت والزوج كان شيفور ديال واحد الكاميو خدام مع واحد الشركه بواحد الصالير لا باس به، ناس على قد الحال. كانوا كارين واحد الدويره اللي عباره على بروميير وهما غير كارين، يعني لا سفلي لا دوزيام. هاد العائله العيشه ديالهم كانت متوسطه، الراجل بوحدو اللي خدام مكافي مع مصاريف الدار والوليدات. وكيف ما كنعرفوا جميع الحياه صعيبه وإن فوا كيجيو الولاد كتزاد المسؤوليه بزاف ويد وحده ما كتصفقش. فهنا الزوجه غادا تقرر، غتقول للراجل هذا حنا كاريين علاش ما نكريوش شي سفليه ويكون خارج منا شي كراج صغير تما ندير انا شي بيعه وشريه، ندير المسمن ولا ندير الرغيف ولا الطياب ولا شي حاجه وهكا نتعاونوا على الزمان. علاش انا غير جالسه في الدار ما ممكن ندير حتى شي حاجه، ما مستافد مني حتى بشي حاجه، نتعاون معاك. الزوج جاتو الفكره مزيانه، قال لي ما قلتي عيب، توكلوا على الله. فعلا من بعد واحد المده قصيره كانوا فعلا شافوا لهم واحد الدويره سفليه، مشاو كراوها ورحلوا ليها حتى لهنا الامور كانت طيبه. دبروا على ماتريال اللي هو صغير وبدات من الصفر شويه بشويه حتى اللي بدات كتوقف على رجلاتها، بدات كتعرف، الناس بداو كيتقداو من عندها، مسيمينات مزيانين، حرشه مزيانه، الحياه غاده. مع المده ربي يسر لها في هذا البروجي وبدات كتدخل واحد المدخول وكثرات عليها الخدمه والضغط. بالخصوص ما نساوش كما قلت لكم راه السيده عندها جوج ديال الولاد وبنت، واحد المسؤوليه ديال الدار، الاولاد خاصهم يمشيو للحضانه، اللي خاصو يوصل للمدرسه وزيد. فهنا قررت بحكم انه الزوج خدام وما يصلحش انه يكيت الخدمه حيت مرات سمع ديك الشركه، قالت له شنو بالك نجيب شي حد بلا ما تحبس انت الخدمه، نجيب شي حد نخدمه معايا هكا يعاونوني في المحل ونوفر يعني هذاك الوقت ديالي ما بين الاولاد وما بين المحل. قال لي صافي ديري اللي بغيتي مرحبا. وفعلا داكشي اللي كان، الزوجه
شافت ليها واحد البنات خدموا معاها في داك المحل ديالها، بداو كيعاونوها اليوم غدا حتى اللي دازت واحد المده لا باس بها. هنا ما تفاهماتش هي وياهم، فصافي قررت انها تستغنى على الخدمات ديالهم ورجعات عاوتاني مقابله البحال بوحديتها. هنا لقات عاوتاني بانه الضغط تزاد عليها، بالخصوص انه ولات معروفه في داك الحي، الناس كيجيو يتقداو من عندها، الكليان ديالها تزادوا، فلقات عاوتاني راسها انها تضغطات. وهنا غادي تقترح على الزوج ديالها، قالت له انت عارف اختي الصغيره راه هي غير جالسه في الدار تما في الدوار، لا خدمه لا قرايه، اشنو بالك نجيبها لهنا تسكن معانا وهي تخدم معايا، داكشي اللي غنعطيه لبراني واللهم في اختي. راجلها طلق لها كلشي في يدها، قال انت اللي بغيتيه ديريه، ما عنديش مشكل نهائيا، خصك راه بحال اختي الصغيره ما عنديش مشكل. وداكشي اللي كان اتصلت بعائلتها، طلبت الاذن ديالهم، خدات الراي ديال خوتها وحتى هي وافقات، وفعلا جابت خوتها وراسها شنو تعاونها وبدات خدامه معاها. البنت مع المده ما بقاتش خدامه مع اختها غير في داك المحل، لا ولات مقابله معاها حتى الولاد ومقابله معاها الشقه ديال الدار. اذا كانت هي مشغوله مثلا الزوجه علاش كنهضر فانها طيب اولا توجد شي حاجه في المحل، فراه البنت كتدخل للدار كطيب، تنصب الغدا، دير البنت للحضانه، ترجعها من الحضانه، المهم ولات مكلفه معاها بمسائل ديال الدار كاملين وهازه معاها الحمل. واستمرت العلاقه المده اللي هي كبيره والحياه غادا مزيانه بيناتهم، كانوا مفاهمات. المهم راه راده البال لختها الصغيره وراه هي مهليه فيها، وحتى هي كتعاونها في الشقه ديال الدار، بحال البنت ولاو عندها جوج خدمات، تعاون في المحل وتعاون في الشقه ديال الدار. دوزات مع هادختها الصغيره المده ديال 5 شهور تقريبا. فمن بعد هاد 5 شهور هذيك الزوجه بدات كترد البال لختها ان الكرش ديالها شويه منفوخه، كتقول ماشي مشكل، ربما مريضه، ربما شاربه لي غاز، مناضه، شي حاجه بحال هكا. حتى لواحد النهار غتمشي هي وختها للحمام، وهنا مني غترد البال الكرش ديال ختها، وبحكم ان هي مجربه ووالده 3 ديال النفوس كما كنقولوا حنا بالعاميه، فراه عرفات بان ختها حامله. دوزو هذيك التحميمه على خاطرهم، ما قالت لها حتى شي حاجه حتى اللي رجعوا للدار. فاش دخلوا للدار خرجت وليداتها، هذه الزوجه قالت لهم شوفوا خرجوا تلعبوا على برا، وشدات ختها لداخل قالت لها شوف انت حامله، فدابا غير جيني نيشان وقول لي شكون مول هاد الصبله. البنت في الاول حاولت انها تكذب او لا تخبي، ولكن ختها قالت لها شوف ما عندك مناش تخافي، انا خصك كبر منك وسابقك بالتجربه، انا متاكده انك حبلى، فدابا غير جيني نيشان وقول لي شكون اللي دار لك هاد الحاله، واش كنتي كتخرجي بلا خباري، واش شي حد تكرفس عليك اولا هادشي جيتي بيه من الدار، دابا غير جيني نيشان وعاودي لي الصراحه. ايوا ايه كيف ما توقعتوا، فاش زيرات البنت ديال 17 سنه اش غتقول لختها؟ غتقول لها هضره اللي كانت صادمه بزاف واللي حتى مرة ما تقدر تقبلها. قالت لها حامله، ولكن راه راجلك هو اللي تعدى عليا وانا حامله من راجلك، يعني البنت حامله من راجل ختها. قالت لها الزوج ديالك هو اللي كان شدني بزز، وهو اللي فسد البكره ديالي، وهو اللي بقى كيتعدى عليا مرارا وتكرارا. قلت لها كتعقلي فاش كنتي كتدخليني وكتقولي لي طيبي الغدا اولا وجدي العشاء، فديك الوقيته كان كيشدني وكيدير معايا. والبنت قرات بكل شيء لختها. قالت لها شحال مره كنت كنبغي نقولها لك، ولكن هو كان كيهددني وكيقول لي الا قلتي شي حاجه لختك غادي نقتلك ونقتل حتى اختك. قلت لها فانا كنخاف وكنسكت. السيده فاش سمعت هادشي تصدمت بزاف، واش فعلا الراجل اللي مدوزه معاه سنين ووالده معاه 3 ديال النفوس وكتعاون هي وياه ينوض ويتعدى ليه على اختها ويحملها كاع؟ هادشي ما استوعباتوش نهائيا. كتاكد على اختها كتقول لها راجلك هو اللي دار لي هادشي، وانا شحال مره حاولت نقول لك ولكن هو هددني بانه غادي يصفيها ليا ويصفيها لك، وانا خفت داكشي علاش ما قدرتش نهضر، وهو اللي كان كيتعدى عليا مرارا وتكرارا وانا حامله منه. الزوجه في هاد الوقيته ما قدراتش تستوعب اولا تفهم هادشي اللي كتقول ختها، بالخصوص انها كانت في مسؤوليتها وهي اللي جايباها تما للمدينه،
وهي اللي دخلت القلب دارها، احسن لي ناض رجلها وتعدى عليها. فهنا قررت انها تتصل بباها وامها وتعلمهم انهم يجوا عندها الغد ليه في الصباح. سولوها ياك لاباس؟ قالت لهم غير ارتاحوا، الامور طيبه وما كاين حتى شي مشكل، ولكن هادشي اللي بغيت نقول لكم ما كيتقالش في التليفون، فداكشي علاش غدا تكونوا عندي هنا. فعلا قطعت معاهم الخط، وبالليل دخل الزوج ديالها، ولكن هي وصلت خصها قالت لها ما تبين له والو وما تقوليش ليه راك عاودتي ليا شي حاجه، خليني انا غادي نتصرف. فعلا تعشاو، الامور كانت طيبه بيناتهم وما بينوا ليه حتى شي حاجه. الزوج اللي عغد ليه كانت عنده واحد ديبلاسمون، غادي يمشي يتحرك شي ديبلاسمون على حساب الشركه. ناض هو في الصباح بكري ومشى لخدمته، ومعاه خرج هو. العائله ديالهم كانوا وصلوا، يعني الام والاب ديال هاد جوج بنات، وفعلا معاه غادي يوصلوا، غادي تصارحهم بكل شيء، وغتقول لهم شوفوا دابا اللي عطا الله عطاه، هذه راه هي اختي قبل ما تكون بنتكم، وانا ما غاديش نبغي ليها المضره. الا فعلا الراجل هو اللي دار هاد الحاله فراه ما بقات عشره معاه، وانا مع الحق. قالت لهم دابا غادي نمشيو نيشان عند البوليس وغادي نعلموهم بهذا الشيء وهما يتصرفوا معاه. العائله قالوا لها مرحبا، ما قلتي حتى شي كلمه العيب. حتى هما كيتاكدوا على بنتهم، كتقول لهم الراجل خصي هو اللي تعدى عليا، افتض لي البكاره، هو اللي تكرفص عليا مرارا وتكرارا، وهو نيت اللي انا حامله منه. فنيشان هزوا البنت وتوجهوا عند رجال الشرطه. وصلوا عند رجال الشرطه وبداو كيقدموا بلاغ على قبل الزوج، وعاودوا داكشي كامل اللي قالت البنت، ولكن رجال الشرطه بغاو يسمعوا من البنت نيشان. وفعلا مني كيسولوا البنت كتقول لهم نفس الهضره، امتى اخر مره تعدى عليك؟ قالت لهم يلاه قبل 6 ايام هادي. ومن شحال دابا د المده وهو كيتعدى عليك؟ قالت لهم مده طويله من النهار اللي جيت وهو كيتعدى عليا. وعلاش بقيتي ساكته حتى لدابا؟ قلت لهم انا ما كنتش قادره نهضر، حيت هو كان كيهددني بانه غادي يصفيها ليا انا واختي، وانا كنت خايفه منه. واش كان كيشدك بزز اولا انت بخاطرك؟ قالت لهم لا، كان كيبزز عليا. فهنا بداو كيسولوا الزوجه واش انت ما كنتيش كتردي البال؟ واش لهاد الدرجه انت كنتي كتكوني مشغوله؟ عمرك ما رديتي البال نهائيا لشي تصرف؟ قلت لهم لا نهائيا، وهذا الشيء اللي صادمني. قلت لهم انا كنت كنشوف التصرفات ديالو معاها، وكان كيتعامل معاها بحال شي اختو صغيره بنته، ولكن باش انه يكون يتعدى عليها قلت لهم هادشي عمره ما جاني في بالي نهائيا وعمري ما تخيلته. ولكن الا كان هو اللي دارها فانا باغاه يتحاسب، انا ما غاديش نسمح لا في حقي ولا في حق اختي، وفعلا هادشي من حقها. فراه فعلا الا كان هو اللي تعدى عليها راه يستاهل الناس انه يتعاقب، حيت هذيك راه هي بحال اختو الصغيره اولا بحال بنته، خات مراتو، يعني راه اصلا هو خان الزوجه ديالو خيانه زوجيه، وعاد زيد عليها افتضاد بكاره واعتداء، واللي وصل السيده الحمل كاع، فاكيد خاصو يتحاسب. والزوجه كانت حقانيه. فهاد الوقيته رجال الشرطه قالوا لهم واخا سيروا بعدا ديروا للبنت سيرتيفيكا، جيو لنا واحد شهاده طبيه، وديك الساعات غادي نكملوا معكم هاد الاجراء. داكشي اللي كان. راك هنا مني غادي نمشيو عند الطبيب وغادي يديروا فعلا هذيك الشهاده للبنت، غيكتشفوا بانه البنت حامله فعلا، وحامله ب4 شهور. وهذا الشيء اللي زاد صدام الزوجه، كيفاش انا راجلي 4 شهور هو كيتعدى على اختي، وهذا الاعتداء انتج عليه حمل، وانا في دار غفلون. انا باغا نضرب التماره وباغا نتعاون معاه باش اننا نزيدوا في المستقبل ديالنا ونزيدوا نوفروا لوليداتنا داكشي اللي بغاو، وهو كيطعني في ظهري مع اختي الصغيره. حتى شي مرا ما غتقبل هادشي نهائيا. رجعوا عند رجال الشرطه، عطاوهم فعلا هذيك الشهاده الطبيه، وحتى هما تاكدوا بان المده اللي افتضات البكره ديال هاد البنت راهي تقريبا 4 شهور وكثر، وان البنت حامل في 4 شهور. كيزيدوا ياكدوا عليها، كتقول لهم راجل اختي هو اللي دار لي هادشي. كيرجعوا ياكدوا على الزوجه، كتقول لهم انا الله اعلم، انا عمري ما شكيت في التصرفات ديالو، ولكن راه فعلا كنت كنخليها هي تدخل توجد العشاء، بعد مرات توجد الغدا، فانا كنكون مشغوله بزاف في المحل، فكنخليها هي تتكلف بالشغالات ديال الدار اكثر مني، ولكن عمري ما رديت البال لشي تصرف ديالو
اللي يبين على هادشي اللي دار. المهم في هاد الوقيته غادي يسولوها والزوج ديالك فينا هو؟ قالت لهم الزوج ديالي ناض اليوم بالصباح ومشى بحالته للخدمه حيت عنده واحد ديبلاسمون، فغالبا ما غاديش يكون حتى الليل اولا حتى الغدا في الصباح في الدار. نقول لا واخا، غير انفو يوصل للدار اتصلي بينا وغادي نجيو لعندو. وداكشي اللي كان. الغد ليه مع الصباح مع دخل الزوج معاه هي زاد التليفون واتصلات برجال الشرطه علماتهم بانه ها هو دخل للدار دابا. ايوا في ديك الوقيته رجال الشرطه مشاو حتى اللي وقفوا عليه في الدار وداو السيد معاهم، وصلوه ودخلوا عنده البنت. كتعرف هاد البنت؟ نقول لهم كيفاش كنعرف البنت؟ هذه خص مراتي الصغيره. وقالوا لي فراسك خص مراتك راهي حامله منك. السيد كيقول لهم كيفاش حامله مني؟ وقالوا لي كما سمعتي عندنا شهاده طبيه والبنت كتقول راك انت اللي تعديتي عليها وهي حامله منك. السيد ما عرف ما يقول، كيقول لهم هذه راه بحال بنتي، انا راه عندي الولاد في عمرهم 13 14 سنه، وليداتي الكبار راه قدها تقريبا ولا صغار منها بالعمر، كيفاش انا غادي نوض وغادي نتعدى عليها وهي بحال بنتي؟ قال ما هاد الهضره ما كايناش نهائيا. رجال الشرطه كيقولوا لي ها هي كتسمع انت شنو كتقولي في هاد الهضره؟ البنت كتقول لهم هو وطردقات عينيها فيه ديال بصح، كتقول لهم هو، كتقول ليه انت نهار فلاني ونهار فلاني ودرتي ليا وفعلتي، المهم بزاف ديال التفاصيل اللي رجال الشرطه سمعوهم من فمها، عطاتهم ادق التفاصيل بالتوقيت بشنو دار بشنو فعل وضابطه الامور ديالها. السيد بقى غير ساكت ما عندوش باش يجاوب، والبنت عينيها مطقن فيه وداكشي اللي قالته نهار الاول باقا كتعاودو، درتي وفعلتي وها امتى وها كيفاش ونهار اخر مره امتى وهادشي كامل وكنتي كتهددني وزيد وزيد. فهاد الوقيته هاد السيد كما قلت لكم بقى ساكت. ملي كيقولوا ليه ودافع على راسك شنو كتقول في هادشي، جا كيقول البنت بحال بنتي وانا ما داير والو، ولكن البنت كتقول العكس ديال هضرته. السيد ما عندوش باش يدافع على راسو، ففي هاد الوقيته غادي يقدموه للنيابه وغادي يبقاو شادينو تما في الحبس حتى اللي تبان البراءه ديالو. وهاد البراءه امتى غتبان؟ غير اذا ولات البنت وداروا لها داك لا ديال البيبي وطلع ماشي ولدو. اما الا طلع فعلا انه ولدو فما عندوش حل، فراه خاصو يتحمل داكشي اللي دار واكيد غادي يتعاقب عليه. المهم استمرت الامور هكاك. السيد دخل الحبس، الزوجه ديالو ما بقاتش باغا تمشي تشوفو اولا تزورو، البنت باقا في 4 شهور، خاصهم يتسناو واحد 5 شهور حتى اللي تولد البنت. والسيد غادي يغرق حباسات، غتضيع له خدمته وزيد وزيد. فهاد الوقيته كانوا العائله ديالو كيمشيو كيزوروه وكان ديما كيطلبهم وكيترجاهم قنعوا ليا غير مراتي انها تجي وتشوفني في الحبس. ولكن الزوجه ديالو كانت خدات قرار، كتقول صافي الا هذا طعني في ظهري وخانني ومعامل مع اختي الصغيره فما بقات ليا عيشه معاه وما بقى كيعني ليا حتى شي حاجه، حتى هذاك الحبس ما كاينلاش نزورو فيه، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. انا ما غاديش نقبل على اختي انه يوقع فيها هادشي اللي وقع، داكشي علاش غير نساو هذا الموضوع. ولكن هو كانوا في مع عائلته يمشيو عنده يبقى يطلب فيهم ويترجاهم ويقول لهم غير قنعوها خاصها ضروري تجي عندي هنا للحبس، بغيت غير نهضر معاها. فعلا من بعد ما بقاو عائلته يضغطوا على الزوجه ويطلبوا فيها ويرغبوا، قررت انها تمشي تزور راجلها وتشوفه في الحبس وتسمع منه شنو بغا يقول. فعلا في ديك الوقيته السيد كان شويه بدا كيفيق من هذاك الشوك اللي جاه وبدا كيستوعب بانه حياته غتضيع في الحبس على حاجه ما دايرهاش اولا ربما دايرها. المهم السيد كيقول بانه ما دايرش، والحقيقه قد ما طالت غادي تبان ما هي غير 5 شهور. ولكن فاش مشات تزورو بدا كيأكد عليها وكيقول لها شوف انا راني ما داير والو، واختك راه من النهار الاولاني فاش جات وانا ما مرتاحش ليها، ولكن ما بغيتش نخسر لك الخاطر وما بغيتش نقول لك ما تجيبهاش اختك وما بغيتش نوض معاك المشاكل نهائيا. وإلا ما سيقتنيش انا اختك راه كانت على علاقه بشي واحد كيكون مع الحلاق وراه جاو عندي الرجال وقالوا لي راه هذيك السيده اللي هي نسيبتك اللي معاك في الدار راه هي كتكون مع فلان الحلاق وكتكون عنده في المحل
ولكن انا ما ديت ما جبت، وما بغيتش اصلا نطول معاهم في الموضوع، وما بغيتش حتى نناقشك انت في الموضوع. داكشي علاش بقيت ساكت. وانت دابا كتسيقي خصك وباغا تكذبيني انا. غير قلبي مزيان على الحقيقه وانت غادي تعرفيها. انا راه ما درت والو لخصك، وعمري اديتو وعمري ما شفت فيهاش نشوفها ناقصه. خصك بالنسبه ليا راه هي بنتي الصغيره. الزوجه من بعد ما سمعت الهضره ديال راجلها ومعاه خرجت من عنده من الحبس، خرجت وهي في بالها انه 80% الزوج ديالها بريء من هذا الشيء. ولكن قالت اذا كان هو اللي دار هذا الشيء خاصو يتعاقب، ولا ما دارش فهذاك راه راجلي و10 سنين وباس وليداتي، فبلا ما نضيع ولادي في هذا الشيء خاصني ضروري نتصرف. وفعلا رجعت للدار وقررت انها تخرج خصها معها للزنقه وتستفرد بها وتحاول انها تهضر معها في الموضوع. فعلا داكشي اللي دارت. قالت لخصها يلاه معايا بغيتك، خرجتها للتيسع وقالت لها شوف انا خصك كبر منك، دابا غير جيني نيشان، انت كنتي على علاقه بشي واحد اخر وهو اللي سحت عليك وحامله منه، دابا غير جيني للصراحه. قالت لها راه واخا تبقاي كاذبه، راه راجلي ما غاديش يحكموا عليه دابا، غادي يبقى في الحبس حتى اللي غادا تولدي، غياخذوا منك داك الولد اولا بنت اللي غتولدي وغيديروا لهم التحليله، وهذيك لاضيين غتبين شكون بات الدري، ولا ما كانش هو راه كنتي اللي غادا تشدي في الحبس وغادا تحاسبي. فدابا غير جيني نيشان من حد الموضوع باقي في الاول ديالو، غير بلا ما تكذبي عليا وما تخافي من والو، انا راني معاك، وإلا كان هو راني واقفه في ظهرك حتى اللي ياخذ العقاب ديالو. البنت في ديك الوقيته خافت وتخلعات، بالخصوص من سمعت بانه القضيه فيها لاضيين والتحليله اللي هي ما كانتش كتسمع بها، وهادشي ما كتعرفوش. بنت اصلا ما قارياش وفي عمرها 17 سنه وعاد جايه من دوار المدينه، فمني خصها بقات كتشرح ليها بانه كاينه واحد التحليله كدار وكيعرفوا شكون بات داك التراب اللي في كرشك. البنت تخلعات وهي تقول لها صافي انا نجيك الصراحه، ماشي راجلك اللي تعدى عليا. قلت لها وشكون؟ قلت لها فلان. قلت شكون فلان؟ قلت لها واحد الدري راه كيكون قدام هذاك الحلاق ديما. قلت لها راه واحد النهار كنت موصله بنتك للحضانه ووقف عليا وبقى كيهضر معايا اليوم غدا اليوم غدا. قلت لها حتى لي كلا لي دماغي، وهو قال لي غادي تزوج بيا، داكشي علاش راه طحت معاه في الغلط. قلت لها في ديك الوقيته كنت كندي بنتك للحضانه، وفاش كنكون راجعه كندوز كنجلس معاه شويه، وبعد مرات البنت كانت كتمشي بكري كدير البنت بكري للحضانه، اولا الا بغات تجيبها كتمشي هي قبل ما تخرج البنت بواحد نص ساعه ساعه الا ربع، وداك الوقت فين كدوزو مع هاد الشاب. وهاد الشاب هذا اللي شنو خدمته؟ غير جالس قدام واحد الحلاق، وفيما كتكون جايه هي كتطلب الحلاق كيقول له خوي لي المحل شويه، كيتكرفص عليها وسط المحل ديال الحلاق. قالت لها كملي، وقالت لها راه هو اللي وقعت معاه في الغلط، وهو راه ديما كان كيقول لي غادي يتزوج بيا، ولكن انا ما كنتش عارفه راسي حامله، راه حتى اللي قلتيها هي نتيا. وقالت لها انا مني قلت لي هكاك واجهتيني وعرفتيني حامله خفت. قالت لها خفت يسمعوني وبا امي وخوتي بانني على علاقه بشي واحد ويجيو يقتلوني ولا يديروا لي شي حاجه، فانا قلت اللهم نكذب ونقول راجلك باش هكا ما يديروا لي انا والو، ويقولوا راه راجلك هو اللي استغلني حيت معاك في الدار، وهكا مع دوم ما يديروا لي. وقلت اللهم تلصق فيه هو، اما هو راه ما قاسني ما تعدى عليا وعمره ما شاف فيا شوفه ناقصه. قلت له دابا واش متاكده من هاد الهضره اولا خايفه من شي حاجه اخرى؟ قلت له لا راه هذه هي الصراحه. قلت له انا غير خفت داكشي علاش لصقت في راجلك، هو راه ما دار لي والو، الدري اللي كيكون مع الحلاق هو اللي تكرفص عليا فتض لي البكاره وهو اللي حامله منه. ايوا الزوجه ان فوا سمعت هاد الهضره من عند ختها جراتها من يدها وما وقفات حتى لقدام رجال الشرطه، حيت هي كتقول الا راجلي ما دار والو فعلاش غادي يغرق حباسات، وعلاش غادي نضيع انا وليداتي، وداك السيد انا دوزت معاه سنين وعمري ما شفت منه العيب. ففي هاد الوقيته قالت رجال الشرطه اختي راه جايه تقول لكم هضره اخرى، وفعلا بداو كيسولوا البنت، والبنت عاودت تقرات في كل شيء، ورجال الشرطه قالوا لها علاش كذبتي النهار الاول. عاودت نفس الهضره اللي قالت لختها بانها كانت خايفه من باها وامها وخوتها على انهم يعرفوها على علاقه بشي واحد، وديك الساعه
يمشيو يبقاو يضربوها ولا يقتلوها ولا يديروا لها شي حاجه. فقالت اسهل طريقه انني نخرج من هذا الشيء هو انني نلصق في راجل خصي، وهكا ما غاديش يلوموني، غيقولوا استغلها حيت بنت صغيره وحيت ساكنه معاها في الدار، وتكرفص عليها ويولي هو الشيطان في هذه القضيه. قالوا لها دابا هاد الدري هذا انت كتعرفيه مزيان اللي دار لك هادشي؟ قالت لهم كنعرفو. شنو سميتو؟ فلان. شنو كنيتو؟ فلان. وشحال في عمرو؟ قالت لهم ما عارفاش عمرو. فاش خدام؟ ما عارفاش. وانت غا وصلتي وتحسي معاه؟ طمعني بالزواج. انا قال لي غادي نتزوج بيك، وبقيت كنمشي وفاش كنتعطل على بنت خصي في الحضانه كنكون معاه. قلت لهم هادشي اللي كاين. رجال الشرطه خرجوا جابوا هاد الشاب، فعلا لقاوه باقي قدام هذاك السيد مستاسيوني ديما قدام هذاك الحلاق، هذيك هي بلاصتو. جابوه من يسولوه ما نكرش، قال لهم فلانه على علاقه بها وباغيه الزواج. السيد ما فراسوش راه البنت حامله اصلا، ما فراسوش راه البنت دايره هاد الفيلم ومنوضه الروينه في العائله ومصيفطه راجل خصها للحبس. قال لهم انا هادشي ما فراسيش نهائيا، وكون غير جالسه ليا انا اصلا البنت راه باغيه الزواج، راه ماشي كنتفلى. اي فعلا انا اللي فصديت البكره ديالها. البنت فاش اول مره تعرفت عليها كانت باقا بنت، وانا اللي بقيت معاها على علاقه، وإلا كانت حامله غتكون حامله مني. قال ولكن انا ما فراسيش انها هي دارت هادشي كامل وهاد التمثيليه ولا سقات في راجل اختها. قال انا البنت باغيها، انا ما ناكرش، غير باقي ما جاش الوقت المناسب باش انا نمشي نتقدم ليها. اما البنت انا كنت باغيها ديال بصح وباغي نكمل معها حياتي. شنو نقولوا في هاد القضيه؟ البنت بعوض ما تجي لختها نيشان النهار الاول وتقول لها ها فلان ويحلوا المشكل بيناتهم حبيا وتا شي واحد ما يسيق الخبار، هي قررت انها تريب لخصها حياتها. اول حاجه دارتها هي انها فكرت في راجل خصها اقرب شخص ليها باش هكا عائلتها ما يلموهاش. ما فكرت لا في خصها اللي مدوزه سنين مع راجلها و10 سنين، ما فكرت في دوك الوليدات اللي غادا تشتت لهم الشمل وخصها والده 3 جوج ديال الولاد، الكبير فيهم في عمره 12 سنه او 13 سنه، البنت باقا صغيره كديها الحضانه. هادشي كامل ما فكرتش فيه. هي باش تحمي راسها بلا تريب لختي حياتها، على اساس اختها هي اللي صيفطتها لطريق الكحله، واختها هي اللي قالت لها سيري وتلاقاي مع فلان ودخلي معاه عند الحلاق. انا ما فهمتش الناس هذوك كيفاش كيفكروا، الباطل ولا سهل. وقدام رجال الشرطه اطرطق على السيده عينيها وكتقول له انت كتعطي التفاصيل كاع لرجال الشرطه، عملتي لي وفعلتي لي ونهار فلاني ونهار دخلت نطيب الغدا نهار طيبت العشاء وبزاف ديال المرات. السيد بقى مصدوم فيها، داكشي علاش ما قدرش يدافع على راسو، حتى اللي دخل هو للحبس عاد بقى كيستوعب. عاد السيد فاق من الصدمه ولا باغي يدافع على راسو قدام راسو. اما قدام رجال الشرطه قبل ما يصيفطوه للحبس وللنيابه بقى السيد ساكس، جادو كيقول البنت بحال بنتي. فمن بعد الاعترافات ديالها هي وهاد الشاب غادي يدوزو من المحاكمه. اكيد الزوج هنايا غادي يخرج ببراءه، اما بالنسبه لهاد الولد اللي تعدى عليها فراه عائلته غادي يجيو، والولد ما نكرش وقال اصلا انا باغيها للزواج. وفي ديك الوقيته البنت كانت علين توصل 18 سنه، مابقاش ليها بزاف، شي شهور اللي هما قلال. فهنا القاضي قرر انه يزوجهم، فما كانش محاكمه كاع لا لهاد الشاب ولا البنت حيت كتبات، زوجوهم ومشات عنده. دابا شنو العبره من هادشي؟ واش مثلا انه حتى وحده ما تفكر تجيب شي وحده من عائلتها اولا تجيب شي وحده ختها ولا تجيب البراني تسكنوا معاها في الدار؟ فراه المشكل ماشي في انك تجيب شي حد عندك للدار وتسكنوا معاك وتدخلوا البيت الزوجيه، راه المشكل هي انه حنا رجعوا عايشين معنا الناس اللي مراد، رجعوا عايشين معنا الناس اللي كيفكروا غير في راسهم وما كيفكروش في الغير. هاد البنت هذه فكرات غير في راسها، ما فكرت لا في ختها ولا في وليداتها. باش هي ما تاكلش قتله العصا قالت بلاتي نلصق انا في راجل خصي، يمشي هو يغرق حباسات وختها تطلق وتبقى واحده في 3 ديال الدراري تصرف عليهم من راسها وتهز المسؤوليه. عادي عندها هي. فما عرفتش الصراحه ما شكون غتلوم في هذه القضيه. غتلوموا الزوجه حيت مثلا جابت ختها صغيره تسكنها معاها،
ومرارا وتكرارا سكننا مع خواتاتنا مزوجات، ولكن الانسان ما كيكونش يعني بهذه الطريقه هذه، ما كيكونش يفكر هكا نهائيا. عمرك ما كطيح لك في بالك انه مثلا تشوف راجل خصك شي يشوفه ولا هو يشوفك، اولا شي نهار تلصق فيه شي زبله اللي درتيها، مستحيله. ودابا هذه غير باقا صغيره 17 سنه، وغير مازال مثلا ما عارفه شنو هو لا ديان وما عارفه شنو، وكون عارفه هادشي شنو كانت غدير. هادي غا ما عارفاش. السيده الفت قصه وطرطقات عينيها في راجل خصها وقدام رجال الشرطه، ما خافت، ما تخلعات، ما حشمات منه، ما حشمات من والديها، ما حشمات من خاصها اللي كبر منها. السيده دارت قصه وحبكاتها، وكون زوجها ما اقتنعاتش بالهضره ديال راجلها وما مشاتش تشوفو كاع هي في الحبس. غيمشي هاد السيد هذا ظلما وعدوانا، يضرب واحد 5 شهور، تضيع له خدمته ويضيع له مستقبله، حتى اللي تولدي نتيا ونودو يديروا لا ديان عاد نبداو حنا نقلبوا على باه. انا واقيلا كنعقل 17 سنه كنا كنخافوا بزاف. انا بعدا كنعقل على راسي 17 سنه ما كنقدرش ما نقدرش نتواجه انا قدام رجال الشرطه مع شي حد ولا نخرج عينيا في شي حد. كنا كنحشموا. لا حسيت راسي بحال اللي شربت بزاف ياك، يا ويلي باقا صغيره، بحال اللي وليت كنحس براسي اني شارفه بزاف. صافي شنو دخلنا لهادشي؟ المهم القضيه الثانيه راه ما فيهاش حكم، ما فيهاش جريمه، فيها قصه للعبره باش الانسان يرد البال، وماشي اي حاجه كتقال كتكون صحيحه. يعني الانسان فاش يجيك شي خبار بحال هادي ضروري حتى تتاكد. وهاد الزوجه راه فعلا كانت واحد السيده اللي حقانيه بزاف، هي كان سمع الحق. الا راجلها هو اللي دار ياخذ الجزاء ديالو، ولا الاخت كاذبه تكسب المحبه ديال راجلها وتعاود تخرجوا من الحبس، وهادشي اللي دارت. يعني هي مشات مع الحق، ماشي شي نوع اللي مثلا الزوج ديالها يتعدى على اختها وتقول لا انت اللي رميتي راسك ليه اش داك لعندو. لا، السيده وقفت راجل مع اختها وقررت انها تجيب لها الحق ديالها، حتى اللي بانت الحقيقه وطلع الراجل ديالها بريء. ايوا انا هنايا ما بقى عليا غير نقول لكم الله يهدي ما خلق وصافي. دابا نتوما غتخليو لي اكيد الراي ديالكم في القضيه بجوج ونناقشوا مع بعضياتنا، وبالخصوص في هذه القضيه الثانيه. دابا نتوما اللي مزوجات، حيت انا باقا بلا زواج، الراجل ديالي اكيد باقي ما عنديش اختي صغيره، انا صغيره في الدار مع من غيخوني حتى اذا تزوجت. نتوما قولوا لي الراي ديالكم. اذا مثلا شي نهار حسيتوا نفس الاحساس ديال هاد الزوجه ولا لهليك كتبع عليكم، لهليك كتبع على شي وحده، شنو غتكون ردة الفعل ديالكم وكيفاش كنتو غادي تتصرفوا في موضوع بحال هذا؟ خليوني نشوف الراي ديالكم ونناقشوا الاراء مع بعضياتنا، ربما تكون الافكار ديالي غلطه. ايوا هذا ما كان. واكيد الراي ديالكم في القضيه الاولى ديال الشيخه هي والبنت ديالها. ايوا هنا غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اكيد نشوفكم فيديو اخر، وبحال ديما الله يسرنا ويسركم من شر الخلق. ايوا ما غاديش نقول لكم بسلامه، غنقول لكم الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ديال الشيخات ولا شنو وقع لهم اولا كيفاش النهايه كانت ديالهم، ها واحد الفيديو هنا ديال شيخه حاد السوالم، دخلوا تفرجوا فيه. انا عارفه ومتاكده انه غادي يعجبكم، وحتى هو الا شفتوه خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق ديالو، غادي نرجع ليهم وغادي نجاوبكم كاملين.